في عالم تاني بعيد عن كل القوانين اللي نعرفها، راجل عادي بيموت في ظروف غامضة، لكن بدل ما نهايته تكون الموت كانت دي مجرد البداية. بيصحى في عالم تاني مليان سحر وحوش وأسرار خطيرة، بس المرة دي مش مقاتل ولا ساحر عادي. المرة دي اختاروا انه يكون المعالج اللي بيشفي غيره، بس الناس ما تعرفش ان المعالج ده عنده إرادة أقوى من السيوف وقوة تخلي المستحيل ممكن. من أول لحظة بيبدأ فيها من الصفر بيتحدى العالم كله، بيتعلم وبيطور وبيحول العلاج لسلاح محدش يقدر يقف قدامه. رحلته مش بس للبقاء، دي رحلة لإثبات إن حتى أضعف شخص ممكن يبقى أعظم بطل في التاريخ. ودي هي هتكون حكاية البطل لوسيل. فقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعنا استمر، وما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ في سردة أحداث الحكاية. ده هو لوسيل، شاب موظف عادي زيه زي أي حد، وفي يوم من الأيام وهو ماشي في الشارع اتصاب رصاصة بالغلط جت في نص قلبه، وبعدها بيقع على الأرض والدم بيغرق جسمه. بس لسه هيقول الحقوني لقى نفسه اتجسد في عالم جديد، وبعدها بنلاقيه نتفاجئ لأن شكله اتغير تماما. وفجأة بيسمع صوت غريب بيكلمه وبيقوله إنه لو كان عايز يفضل هنا فلازم يقول كلمة فتح الحالة عشان يشوف الحالة بتاعته. فلوسيل بعدها بيقول فتح الحالة، وبتظهر له بعدها شاشة النظام بتاعته. ولوسيل بيكون مصدوم جدا وبيقول إن الحياة دي عاملة زي اللعبة، وبيسمع نفس الصوت بيقوله إنه حدد عيلته وعمره وبيتمنى له حياة سعيدة. وبعد كده بنلاقي لوسيل فرحان لأنه رجع للحياة من تاني، وبيفتح شاشته وبيكون مكتوب فيها إن اسمه لوسيل، وبيبدأ يختار المهارات وبيختار إتقان التقييم وكمان الفنون القتالية والتحكم بالسحر وحظ الوحش. وبالنسبة للشغل بتاعه فاختار يبقى معالج، لأنه لو قدر يتمرن أكتر فهيقدر يساعد الناس ويكسب فلوس في نفس الوقت. وبيطلع الفلوس اللي معاه وبيقول إنه دول هم كل فلوسه، وبعدها بيبدأ يتحرك عشان يدور على شغله. وأثناء لما كان ماشي بيكون قرب يقع، فبيقف وبيحاول يفهم إيه اللي بيحصل، وبنتفاجئ إنه بيشوف جثة الوحش ده قدامه. فبنلاقيه بيخاف وبيجري على طول، وبيفتكر إنه مات قبل كده ومش عايز يموت تاني، وبيقف جري لما بيقف قدام المبنى ده. ولما الحارس بينده عشان يدخل بيطلب منه البطاقة بتاعته، فبيرد عليه لوسيل وبيقوله إنه مش معاه البطاقة، والحارس بعدها بيرفض يدخله. ولوسيل بعدها بيبدأ يقوله إنه اتولد في قرية فقيرة، ولما كبر بقى شغال معالج بس قريته ما استفادتش منه بحاجة، عشان كده طردوه، ولو جات له الفرصة تانية هيشتغل في عيادة. وبعد الكلام ده الحارس بيقوله استنى وجايلك. وبنلاقي لوسيل بعدها بيقول لنفسه إن كل همه يهرب من هنا حالا، وبيقطع تفكيره البنت دي واللي اسمها لومينا، وبتسأله إذا كان هو الشخص اللي كان عايز ينضم للعيادة. فلوسيل بيقول لها إنه هو الشخص ده، وهو جه عشان يلاقي شغل في البلد دي. فبترد عليه لومينا وبتقوله إنها هتجيب له شغل في نقابة المعالجين وإنه يجي معاها، وعلى طول بيجري وراها. بس فجأة بيخبط في الشخص ده، والشخص ده بيقوله إنه لازم ياخد باله من تحركاته. وهنا لوسيل بيقول لنفسه هم دول مغامرين ولا إيه؟ وبعدها الشخص ده بيسأله عن المكان اللي هو رايحه، فلوسيل بيقوله إنه رايح نقابة المعالجين وبيتأسف له. فبيتعصب عليه الشخص ده وبيقوله أنت بتتأسف ليه؟ وبياخد صاحبه وبيمشي. وفي اللحظة دي بتيجي لومينا وبتقوله إن الخناق مش هيضره، وبيبدأوا يتحركوا للنقابة. بعدها لوسيل بيقول لها إنه ما دفعش رسوم العبور لما دخل المدينة، فلومينا بتقوله إن الإمبراطورية بس هي اللي بتجمع رسوم من المعالجين. وهنا بيفرح لوسيل وبيقول لنفسه إن الحظ لعب معاه، وإن أكيد كل ده بيحصل بسبب قوة مهارة حظ الوحش بتاعته. المهم بعدها بيوصلوا للنقابة وبيبدأ يوقع على ورق النقابة، وهناك بنلاقي مضيفة النقابة كورو، وإنها لو كانت اتصلت بيهم كانوا هيبعتوا لها حد يجيب لوسيل. وبنروح بعدها لوسيل واللي مش بيعرف موطنه أصلا عشان يكمل توقيع، فبنلاقيه بيقوله إنه بدل ما يزور الكلام وبعدها هيقبضوا عليه بسبب اللي عمله فخليه يتغابى ويبقى هو ده الكلام. وبعد كده بنلاقيه بيقول لكورو إنه بالنسبة لموطنه هل ينفع يكتب قرية وخلاص، وده لأنه مش عارف إذا كانت قريته ليها اسم ولا لأ. فكورو بتقوله إن مفيش أي مشكلة. وبعدها بيروح للومينا وبيسألها لو البلد دي كان ليها اسم تاني، فبترد عليه وبتقوله إنه جاهل لأن دي بلد ميلاتوني في جمهورية الملك شرول.
وفي اللحظة دي بيترعب لوسيل وبيقول لها إنه هيعمل كل اللي هيقدر عليه عشان يتعلم. وبتيجي كورو وبتديه البطاقة دي وبتطلب منه ينقل سحره، وفعلا بيركز وبيعمل كده، وكورو بتاخد منه البطاقة وبعدها بتدخل الأوضة. وبعدها لوسيل بيسأل لومينا عن اللي بتعمله في الأوضة، فبترد عليه وبتقوله إنها بتسجل بطاقته في شبكة السحر، واللي بيها هيقدر يستخدمها في أي نقابة معالجين في العالم. وبيعدي وقت وبتيجي كورو وبتديه البطاقة بتاعته، ولوسيل بعدها بيشكرها وبيسألها إذا كان يقدر يتدرب في العيادة، وده هيكون في نفس الوقت اللي بيتعلم فيه الأساسيات. فكورو بتقوله إن في الحالة دي، لكن قبل ما بتكمل كلامها بتدخل لومينا في الكلام وبتقوله إنه قدامه 3 خيارات. أول خيار وهو التدريب الإسبارتي، والتاني سحب القرض، والتالت إنه يبقى متدرب مهني. وفي التدريب الإسبارتي هيذاكر لحد لما يتعلم تعويذ الشفا، وفي سحب القرض هينضم لمؤسسة تربوية عادية وهيتعلم السحر في 3 سنين. أما المتدرب المهني فهيشتغل في كذا حاجة وفي نفس الوقت هيذاكر في وقت فراغه. وبعدها بنلاقي لوسيل بيختار التدريب الإسبارتي، وكورو بتقول للومينا إنها تسيب الباقي عليها خلاص، وبتمشي عشان تعرف لوسيل مكان الأوضة بتاعته. بس بنلاقي لوسيل بيقف وبيوعد لومينا إنه هيرد لها الجميل ده. وبعدها بنلاقي لوسيل جوه الأوضة بتاعته وبيمسك كتاب التعويذ ده وبينام على سرير وبيبدأ يذاكر، وبيقول إن عند تردد التعويذة فالقوة السحرية بتمشي من جسمك، ولو نجح مهارته هتزيد. فبيقفل الكتاب وبيقرر يجرب، وبيبدأ يتصور صور عقلية، وصورته إنه هيتخيل جرح بالمقلوب، وبنلاحظ شيء غريب جدا مشي من جسمه. المهم بعد تعويذة بيعيط لأن مفيش أي حاجة حصلت، بس بعدها بيهدي نفسه وبيقول إن حاسس إن في حاجة مشيت من جسمه. وبيفتح الشاشة وبيلاقي الميول للسحر الملكي وصل للنقطة 5، فبيعرف إنه ماشي بطريقة صحيحة، وبيقرر إنه يحافظ على الصورة العقلية ويكمل ترديد فيها. وبيفضل يعمل 9 مرات، بس بعدها بينام على السرير وبيكون شكله تعبان جدا. وبعد ما بيصحى بنلاقيه قاعد وبيسمع صوت الباب بيخبط، وفي اللحظة دي بتدخل البنت دي بالفطار بتاعه. فبنلاقي لوسيل بيسألها عن اسمها، فالبنت بتقوله إن اسمها مونيكا. وبعد كده بيعدي 3 أيام وبنلاقي لوسيل مولع شمعة وبيقول أنا بوفر السحر عشان أصلح الجرح، وبيعمل حركته، وفجأة بتظهر الكورة دي في إيده. بعدها بنلاحظ إن مونيكا بتديله البطاقة وبتقوله إنها عرفت إن لوسيل يقدر يستخدم تعويذة الشفاء، بس ده بيكلفه جنيه فضي. فبتديها الجنيه وبيقول لها إذا كان هيقدر يروح للومينا. وفي الثانية دي مونيكا بتتفاجئ لأنها ما كانتش تعرف إن الشخص ده تبع لومينا، فبتتأسف له بعدها إنها خدت منه الجنيه الفضي، وبتقوله إن لومينا رتبت الدنيا وإنه هيستأجر الأوضة 10 أيام. فلوسيل بيقول لها إن الظاهر على لومينا إنها حاجة كبيرة، فمونيكا بتقوله إنها قاعدة في المبنى الجديد التابع للمعبد. فبيفرح لوسيل جدا، وبعدها بنلاقيه ماشي في الشارع وبيقول إنه لازم يستفيد من خبرات العمل القديم في حياته السابقة. بس فجأة بيسمع صوت حد بيوقفه، وبنعرف إن ده نفس الشخص اللي اتخانق معاهم في الأول واسمه بازان. المهم بنلاقي لوسيل بيتأسف له عن اللي حصل المرة اللي فاتت، فبنلاقي صاحب بازان بيقول له إنه كده بيخوف الولد. أما لوسيل فبيقول لنفسه إن فعلا دول مخيفين، بس لازم يسألهم عن نقابة المغامرين. بس بيقطع تفكيره شخص بينادي على بازان، وبنلاقيهم كلهم متعلم عليهم. وعلى طول بازان بيسأل عن اللي حصل، فبيرد عليه وبيقول له إنهم فشلوا في المهمة. فبازان بيقول له إنه غبي لأنه قال لهم ما يشتغلوش في مهام كبيرة وهم لسه مبتدئين. بس الجرح بيبان عليه خطر، وبازان بيقول لهم إنه مش هيقدر يعتمد على العيادة في علاجهم. وفي الثانية دي بنلاقي لوسيل بيقول له أنا هعالجهم، وكلهم طبعا بيتصدموا من قوته وبيعل وقته. وبنلاحظ إن لوسيل بيعالج فيهم، وبنلاقي بازان بيقول له إن فاضل واحد لسه ما اتعالجش، فبيروح للشخص ده وفجأة بيفقد الوعي. وبنلاقيه بيقول لنفسه إن اللي بيحصل ده مش معقول، إزاي السحر خلص عنده كده بسرعة. وعينه بعدها بتقفل وخلاص بعدها بيودع الحياة. وبعد كده بنلاقي لوسيل قاعد على السرير، وبنلاقي صوت بيكلم كلامه تاني وبيقول له إنه أنقذ ناس كتير منهم، فمفيش داعي للاعتذار. فبيتجاهل لوسيل كلامه وبيقرر يروح نقابة المغامرين عشان يطور من نفسه شوية. وهناك بتقابله البنت دي، ولوسيل الأول لما بيشوفها بيعجب بيها،
والبنت بتديله الورقة وبتطلب منه يكتب اسمه وعمره وعرقه، بالإضافة لكده ينقل سحره للبطاقة. وبعد ما بطلنا بيعمل كده بنلاقي البنت بتقوله إن عنده مهارات جامدة جدا فيقدر يسجل هنا بكل سهولة، وبتبدأ تشرح له آلية عمل العقود، وبتقوله إن المغامرين لما ينفذوا الطلبات بياخدوا تعويضات، وده غير إن النقابة بقى بتخصم 10% عشان تغطي تكاليف التشغيل. وبنلاقي لوسيل بيسألها عن اللي بيحصل، فبترد عليه البنت وبتعرفه إن في عقوبات كتير عشان كده لازم يخلي باله كويس. ولوسيل بيسألها إذا كانت نقابة المغامرين حصلت على طلبات للعلاج قبل كده، لأنه شغال معالج، وكمان لو مغامر الجرح أثناء تدريبه وعالجه فلا هيقدر يغطي رسومه كده لما يدفع تكاليف العلاج. فالبنت بعدها بترد عليه وبتعرفه إن ده قرار ما ينفعش تاخده لوحدها، وبتطلب منه يستنى. وبعدها بنلاقي البنت جاتله وبتعرف الراجل ده عليه، ولوسيل بيشوف وشه وبيتصدم لأنه باين عليه غشيم جدا. بس بعدها بيغير تعبير وشه لما بيفتكر إن المدير بتاعه كان غشيم برضه، وبعد ما بيخرج من أفكاره بيرحب بيه وبيعرفه إنه عايز ينمي مهاراته القتالية ومهارات استرجاع السحر، فهل هيقدر يعلمه الفنون القتالية مقابل حق العلاج؟ فبيرد عليه الشخص ده وبيقوله إن الطلب ده غريب جدا، خصوصا إنه من معالج وإن باين عليه متعلم الفنون، وبيسأله ليه معالج زيك عايز يتعلم القتال؟ فلوسيل بيقوله إنه عايز يبقى قوي كفاية عشان يعرف يدافع عن نفسه وهو شغال. فالراجل ده قاله إنه هياخد لوسيل كمعالج في قاعة التدريب بتاعتهم، وقال له إنه مرتبه هيكون قطعة فضية واحدة بس، وهيتخصم منه مصاريف التدريب. فبيسأله لوسيل طب التدريب ده هيبدأ إمتى؟ فرد عليه وقال له إنه ممكن يبدأ التدريب خلال 6 أيام. بعد كده الراجل ده طلب من موظفة الاستقبال إنها تظبط كل الترتيبات، والموظفة قدمت نفسها وعرفت لوسيل عليها. ولما الناس بيشوفوا اللي بيحصل بدأوا يبصوا على لوسيل باستغراب، بس المدرب منعهم. فلوسيل فكر إن الراجل ده أكيد شخص مهم قوي في النقابة، والراجل قدم نفسه على إنه كبير المدربين بتوع النقابة واسمه برود. فبرود بيقول له إنه مستنيه عشان التدريب. بعدها المشهد اتنقل وراها عند لوسيل في أوضته، ولوسيل كان شايف إن الدنيا ماشية كويس لحد دلوقتي، بس لازم يرفع مستوى التعافي السحري بتاعه وإلا الناس مش هتثق فيه. بعدها مونيكا بتجيب له العشاء وسألته لو الخروجة أو الفسحة بتاعته جابت نتيجة، فلوسين رد عليها وقال لها إنه عرف دلوقتي المفروض يروح فين بعد ما يخلص التدريب، بس قبل أي حاجة محتاج يطور مهاراته أكتر. فسأل مونيكا عن مستوى المهارات اللي المفروض يوصل له كمعالج، فمونيكا قالت له إنه لازم يحاول يوصل للمستوى الخامس وهو عنده 20 سنة عشان ده هيخليه موهوب، وقالت له كمان إنها ممكن تخرج معاه في موعد لو قدر يوصل للمستوى الخامس ده. فلوسيل اتحمس جدا أول لما سمع كلامها وقرر يشتغل بجد، وفضل يتدرب على السحر المقدس بتاعه يوم ورا يوم، و6 أيام عدوا في لمح البصر. وفي آخر يوم قبل ما يمشي افتكر كل حاجة حصلت معاه، وقال إن بفضل كل الناس اللي هنا هو اتعلم سحر كفاية عشان يبدأ رحلته كمعالج. وكيرو طلبت منه إنه يعمل كل اللي يقدر عليه وما يستسلمش أبدا، وقالت له لو شاف لومينا في أي مكان لازم يشكرها. فلوسيل قال لها إنه رايح نقابة المغامرين، ولاحظ إن كل الناس بتبص عليه بتركيز. وموظفة الاستقبال هناك سألت نفسها هو عايز إيه بالظبط، فلوسيل قال لها إنه هنا عشان تدريبه مع برود، والموظفة ورته مكان قاعة التدريب اللي تحت الأرض. ولوسيل لاحظ إن القاعة دي واسعة وكبيرة جدا، وبرود قال له إنه مبسوط إنه ما حاولش يهرب. فلوسيل حس إن برود شكله مبسوط كأنه لقى حد هيموته، وبرود قال له إنهم حجزوا قاعات التدريب كلها ليهم لوحدهم، واتفاجئ إن لوسيل ما هربش حتى بعد ما شاف شكله المرعب ده. بس برود شاف إنه ضعيف جدا، ولوسيل قال له إن ده بالظبط السبب اللي مخليه عاوز يتدرب، وقال له إنه عاوز يوصل لمرحلة يقدر فيها يواجه المغامرات من غير ما يتردد. بعد كده لوسيل حاول يضرب برود بس معرفش يواجه ولا ضربة صح، وبرود قال له إنه محتاج الأول يتعلم إزاي يتحرك. فلوسيل افتكر إنه كان بيتدرب فنون قتالية في الجيم في حياته اللي فاتت، بس كان ضعيف جدا وقتها، وبيحاول يضرب برود تاني بس برضه معرفش يوصله، لكنه لسه ما استسلمش وبيعتقد إنه في كام يوم كده هيحقق نجاح كبير. ثم بينتقل المشهد على لوسيل وهو مرهق جدا، وبرود بيشكره فيه إنه كمل واستمر كل المدة دي. وبعدها برود سأله إيه أهم حاجة في المعركة؟ فلوسيل قال له إنه أهم حاجة هي إنه ما يموتش، وإنه كمان ما يتصابش إصابات خطيرة.
فبرود قال له إنه عشان لوسيل يعمل كده لازم يتعلم إزاي يتحرك صح، ونبه على لوسيل إنه ما يحاولش يستعجل ويستخدم اللي اتعلمه دلوقتي في معركة حقيقية. بعدها برود طلب منه إنه يبص عليه ويتعلم منه، فلوسيل افتكر إنه لما كان موظف جديد كان بيقلد زمايله في الشغل عشان يتعلم منهم. بس بعدها برود قال له إنهم هيبدأوا دلوقتي الجولة التانية من التدريب. وبعد ما الجولة التانية من التدريب خلصت، لوسيل قال له إنه لازم يستخدم السحر بتاعه على نفسه عشان ده هيساعده إنه يتمرن على السحر. فبرود منعه من إنه يعمل كده، وقال له إن الاعتماد على الشفاه الطبيعي هيزود قدرة جسمه على إنه يتعافى، ونبه عليه إنه ما يشفيش نفسه غير لما يكون مصاب إصابة حقيقية بجد. بعد كده برود طلب من اللوسيل إنه يوعده إنه هيعالج أي حد مهما كان عرقه، وقال له إنه هيجيب مغامرين مصابين هنا لو كان لوسيل عايز يتدرب بجد. فلوسيل قال له إنه ما عندوش فلوس كتير، فبرود رد عليه وقال له إنه ممكن يقعد هنا ببلاش، وكمان هياخد 3 وجبات في اليوم. فلوسيل حس إن الموضوع ده كويس لدرجة إنه ما بيكونش مصدق اللي بيحصل، وتساءل لو في أي خدعة أو فخ في الموضوع ده. فبرود قال له إنه عايز بس يزود فرص نجاة المغامرين عن طريق إنه يحتفظ بمعالجينهم معاهم. فلوسيل قال له إنه هو كمان نفسه ينقذ كل الأرواح اللي يقدر عليها، ووافق بعدها على العرض. بعدها برود قال له إن العالم هيكون أحسن بكتير لو كان في معالجين، وبعدها بيقول له إنه هيمنعه من إنه يسيب النقابة طول فترة تدريبه. فلوسيل ما صدقش الكلام ده، لأنه كده هيبقى محبوس هنا لحد لما التدريب يخلص، بس هو فكر إنه مفيش حد تاني ممكن يدربه غيره. بعد كده قال له إنهم لازم يلتزموا بالتدريب ده لمدة شهر واحد بس، وبرود بعدها وافق وقال له إنه هيدرب لوسيل تدريب قاسي جدا في الشهر ده. فلوسيل سأل نفسه لو كان مسموح إنهم يعملوا اتفاق زي ده من غير إذن رئيس النقابة. فبرود قال له إن الموضوع ده هيكون تمام عشان هو بيتمتع بالكتير من السلطة. فلوسيل فكر إن ده شيء كويس، وإنه بكده هيقدر ياخد تدريب الدفاع عن النفس وكمان 3 وجبات في اليوم، وده ممكن يساعده يطور مهاراته التانية. بعدها المشهد اتنقل ولوسيل كان بياخد دش بمية ساقعة. بعد كده برود ده هدوم جديدة يلبسها، ولوسيل بيستغرب من هدومه القديمة واكتشف إن هدومه القديمة ريحتها وحشة جدا. بعدها إيلا جت وشكرت لوسيل إنه عالج المغامرين، وقالت له إن برود طلب منها إنها تروح تغسل له هدومه، بس لوسيل قال لها إنه ما يقدرش يسمح لها تعمل حاجة زي كده. فإيلا بعدها سألته لو هو مش عايز قوم الوحوش يلمسوا حاجته. لوسيل رد إنه مش عايز شخص جميل زيها يعمل حاجة زي دي عشانه. فإيلا قالت له إن مفيش داعي للقلق خالص، وقالت له إنها هتنشر هدومه مع هدوم المغامرين. تاني يوم لوسيل بعدها بيشكرها وطلب منها تقول له لو يقدر يعمل لها أي حاجة عشان يساعدها. بعد كده لوسيل بيروح الكافيتيريا، والمنظر اللي شافه فكره باجتماعات الشغل في مكتبه زمان. بعدها لاحظ كمية الأكل اللي على الترابيزة وسأل لو في حفلة، فبرود قال له إن الأكل ده كله بتاع لوسيل، وطلب من لوسيل إنه ينزل للدور اللي تحت لما يخلص أكل. فلوسيل أكل الأكل وعجبه جدا وخلصه، وبعد ما خلص رجع أوضته عشان يرتاح شوية وبيسأل نفسه لو كان في ناس تانية محتاجة علاج، بس قال إنه لازم يرتاح النهاردة. بعدها لوسيل حاول ينام بس ما جالوش أي نوم خالص، ولاحظ إن الساعة لسه 7 بالليل، واعتقد إنه مش هيعرف ينام بدري كده، وقال إنه لازم يشتغل على تطوير مهاراته. بعدها فضل يتدرب على إلقاء التعويذ، وتاني يوم بيروح الكافيتيريا وبرود قال له إنه هياكل كل وجباته هنا طول فترة التدريب بتاعته. بعد كده قدم له شخص اسمه جو، وجو بيحيي لوسيل، ولوسيل سأل نفسه هو من أي عرق بالظبط عشان شكله زي الدب، فجو قال له إنه من عرق الذئاب. بعد كده ادى لوسيل مشروب وقال له إن المشروب ده وحش جدا، بس الحكيمة هي اللي عملته وهو كويس لصحته، وقال له إنه بيخلي قوته وقدرة تحمله وحاجات تانية أسهل في التحسين، وتأثيره بيفضل شغال لمدة 6 ساعات كاملين. فلوسيل اعتقد إن ده كويس جدا ليه، وجو قال له إن عيبه الوحيد هو طعمه وحش ومحدش عايز يشربه. لوسيل سأل نفسه لو كان آمن إنه يشربه، واعتقد إنه مش آمن لو حكمنا عليه من خلال لونه، وريحته كمان كانت سيئة جدا. بعدها لوسيل حاول يشربه، ولما شربه لقاه سيء جدا وسماه المادة إكس، وكان عاوز يتفه، بس الدب اللي قدامه شكله مخيف جدا ومعرفش يتفه، ولقى إنه مفيش فايدة قدامه غير إنه يشربه كله مرة واحدة. وبرود اتفاجئ جدا لما شاف المنظر ده، ولوسيل حس إن جسمه مليان طاقة. وبعدها جو تناول الفطار بتاعه وقال إنه ما كانش يتخيل أبدا إن لوسيل هيشرب المشروب ده، واعتقد إن لوسيل ده شجاع جدا عشان عمل كده.
بعدها لوسيل بيقول إن فات أسبوع من ساعة لما جه النقابة، وبنشوف لوسيل بيتدرب مع برود، ورغم إنه لسه مش عارف يضربه هو لسه مصر على التدريب بتاعه وبيحارب برود وبيحاول يوجه له ضربة. وبرود وقتها قال له إنه ما يهملش الدفاع بتاعه أبدا، وقال له إن في هدف واحد ورا كل هجوم، ولوسيل لازم يتعلم إزاي يلاحظ الهدف ده. بعد كده برود تفوق على لوسيل، ولوسيل اعتقد إنه ممكن يكون قادر على إنه يطلع كل اللي عنده لو سمع كلامه، وفكر إنه لسه مبتدئ وأحسن حاجة ممكن يعملها هي إنه يكمل تدريبه ويحاول يتعلم. وبرود وقتها اتفاجئ إن لوسيل لسه بيبتسم بعد كل ده، ولوسيل قال له إنه هيضرب برود في يوم من الأيام. وبعد كده ظهرت بنت من عرق القطط في مكان التدريب بتاعهم، وسألت لو كان صح إن لوسيل بيعالج الناس هنا ببلاش. فلوسيل بيقول لها أيوة الكلام ده صحيح، وسألها أنت اتصبتي فين؟ فالبنت ورته مكان الإصابة وقالت له إن في فار هو اللي عضها. لوسيل قال إنه هيعرف يقفل الجرح، بس بما إنها اتعضت ممكن المرض ينتشر ولازم تروح للدكتور لو حست إنها تعبانة. بعدها لوسيل عالج البنت، والبنت بدأت تعيط، وبعدها أصحابها سألوا لوسيل عن اسمه، وبعدها بيعرفهم على نفسه، وكانوا مبسوطين منه جدا لأنه على استعداد إنه يستخدم سحره على قوم الوحوش. فلوسيل بعدها قال إن البشر والوحوش الاتنين زي بعض بالظبط بالنسبة له، والمغامر قال إن لوسيل ده راجل كويس وسأل لو ممكن يرجعوا هنا تاني لو اتصابوا، فلوسيل قال لهم أكيد يقدروا يرجعوا. بعد كده البنت بتشكر لوسيل على إنه عالجها، والمغامر قال إنه مش مصدق إن لوسيل بيتدرب هنا، وذكر إن جميع المغامرين بيتجنبوا التدريب عند برود لأنه بيتحول لشخص تاني خالص وقت التدريب. وبالليل جو قدم المشروب الخويني للوسيل، وبعد ما شربه حاول يروح أوضته، وفي السكة لاحظ إن في بعض المغامرين بيراقبوه. وبعد كده في الأوضة بتاعته لوسيل قال إنه بيتدرب من الساعة 7 الصبح لحد 7 بالليل، وبالليل بيتدرب على سحر الشفاء بتاعه، واعتقد إنه بدأ يتعود على الروتين ده، وكل ما بيتقن التقنية كل ما بيتحسن، وفكر إن ده ممكن يكون أسلوب حياة جديد، وراح ينام وهو بيسأل نفسه مين الناس اللي بيراقبوه دول. وتاني يوم لوسيل قال لبرود إن في ناس بتراقبه، فبرود قال له إنهم هم اللي بيطلبوا منهم يراقبوه، وقال له إن كلهم قلقانين لأنه ممكن يهرب، ووضح له إن أغلب الناس اللي بتحاول تبقى مغامرين ما بيتولدوش عندهم فلوس كتيرة، وعشان كده بياخدوا وظايف فيها خطورة عشان يعيشوا، وعلى الرغم من إنهم بيتعرضوا للأذى بيفضلوا يعملوا مهمات خطيرة. فلوسيل فكر إن المغامرين ممكن يعالجوا إصاباتهم طول ما هو موجود، واعتقد إن مصير المغامرين بقى في إيده وهو مش واخد باله. وبعد كده قال إن برود لازم يلغي المراقبة دي لأنه وافق إنه يقعد هنا المدة المطلوبة، وقال إن حصته هتكبر لو فضل يعالج المغامرين. فلوسيل عالج المغامرين كلهم، واليوم الأخير من عقده جه بسرعة، وبرود قال إن لوسيل اجتهد في الشهر ده، ولوسيل قال إنه هيدور على شغل في نقابة المعالجين وهيرجع للتدريب تاني لما يتدخل فلوس كفاية. وافتكر وقتها إنه مفلس وإنه لازم يدفع ضريبة لنقابة المعالجين. وبرود سأله طيب لو كان معاك فلوس كنت هتعمل إيه؟ فلوسيل قال له إنه كان نفسه ياخد تدريب أكتر. وبعد كده برود إدى لوسيل 12 قطعة فضية عشان أنقذ حياة المغامرين، وقال إن لوسيل لازم يستخدم الفلوس دي عشان يدفع الضرايب، ولازم يعتبر الفلوس دي كمكافأة خاصة لعلاج المغامرين. بعد كده لوسيل رد إنه ما يقدرش يقبل المبلغ الكبير ده، فبرود قال له إن مهاراته في الدفاع عن النفس لسه طفولية، وعشان كده لازم يدفع الضريبة ويستمر في التدريب. فلوسيل فهم قصده ووافق، والمغامرون قالوا إنهم هيستنوا عودته. بعدها المشهد اتنقل ولوسيل بيخلص وجبته، فبرود اداله تعويذة، وذكر إن أي معالج لازم يتقن تعويذة الشفاء وتعويذة إزالة السموم، وقال إنه هيكون معالج حقيقي لو قدر يلقي التعويذتين دول. فبرود قال إن لوسيل لازم يدرس الكتاب ده كويس لأنه مش بيعرف يعمل دلوقتي غير الشفاء بس. فلوسيل شكر وقال له إنه هيبذل كل جهده في التدريب. بعد كده شرب المادة إكس، فبرود قال له يخلص المشروب ويجي على التدريب. فلوسيل قعد يفكر إن المشروب ده وحش جدا، واعتقد إنه في السنة اللي جاية من التدريب هيعرف يضرب برود ومش هيخليه يشرب المشروب ده تاني. بعد كده برود قال للوسيل إنه هياخد يوم أجازة من تدريبه، لكن لوسيل فكر إنه ما عندوش أي حاجة تانية يعملها في وقت فراغه ده، فبرود اقترح عليه يروح يساعد الجزار. فلوسيل اعتقد إن ده ممكن يساعده يعرف أكتر عن الوحوش، عشان كده راح قابل الجزار اللي اسمه جلفة. ولوسيل اعتقد إن شكله مألوف بالنسبة له، واتضح إنه الأخ الكبير لجولجارة،
وبدأوا الشغل، وجالفا سحب خنزير من الشنطة بتاعته، ولوسيل اندهش ازاي قدر يدخل الخنزير ده جوه الشنطة. بس جالفا بعدها بيوضح له انها شنطة سحرية، وبيشرح ازاي بيجهز اللحمة، بيصلح الجلد وبيشيل الأحشاء، وبعد كده بيقطع اللحم. ولوسيل عجبته السرعة اللي جالفا بيعمل بيها الشغل ده، وقلقان إن يكون هياكي ليه أو معطله في الشغل. فجالفا وضح له إنه بيجيله كل أنواع الوحوش في المجزرة، وإنهم بيجهزوا اللحمة عشان يبيعوها لنقابات مختلفة، وده بيمول النقابة مش بس عشان الأكل. وقال إن دي طريقة كويسة عشان تساعد لوسيل يتعرف على بعض نقط الضعف عند الوحوش. ولوسيل بدأ يفكر في مدى تساهل العالم وكثرة أنواع الوحوش اللي فيه، لكنه حس بالرعب فجأة، واعتقد إن برود بيتوقع منه إنه يحارب الوحوش. ولوسيل بيجرب طريقة الذبح دي على أرنب، لكنه بيتردد إنه يقطعه، وبيبذل كل جهده في إنه يعمل كده، واتبع أوامر جالفا كتعليمات. وبدأ يفكر إزاي الناس بتوفر أكلها على حساب مخلوقات تانية، لكن دي الطريقة الوحيدة عشان الواحد يفضل عايش. بعد كده بنروح للمطعم، وجو جارو قال له إنه لازم ينظف الملابس، فلوسيل أدرك منه متغطي بالدم وغسل الهدوم بتاعته. لكن نانا قربت منه وسألته لو هو حزين، لكن لوسيل كان بيفكر في الأرنب وبيبص عليها وإن ريحته، وهي عارفة إن الموضوع كان صعب عليه، وقالته إنها ممتنة لوجوده وإنه مفيد ليهم. وفي المرة اللي جاية اللي هياخد فيها يوم أجازة، فكر إنه لازم يعمل حاجة لأن سحره بقى صعب إنه يطور مستواه. ولوسيل بعد كده بيتعرض لكمين من نانا ومولينا، وأخدوه على المكتبة وقالوا له إن التعليم هيزود من قوة السحر بتاعه، وهيعلمه عن المدينة وعن العالم كله. وبعدها نانا بتوريه خريطة العالم، وشاورت إنهم عايشين في المكان الوحيد اللي اتلغت فيه العبودية. ولوسيل اعتقد إنه كان محظوظ إنه انتهى بيه المطاف هنا، وإن نانا فضلت تحكي له عن البلاد التانية اللي حواليهم. ولوسيل فضل مشغول خلال الشهور اللي بعد كده بالتدريب، وكمان تعلم سحر الشفاء والدراسة. وبيعدي 6 شهور ولوسيل كان بيتحقق من تصنيفات النقابة، وبنشوف بعدها فرقة الذئاب البيضاء في المركز الأول. ولوسيل حس بالتوتر لما الفتيات قربت منه، لكنهم كانوا بيهزروا معاه. ومورينا لاحظت إنه أصبح قوي من كتر التدريب، وإن الهدوم بتاعته ما بقتش مناسبة ليه، عشان كده خرج مع نانا عشان يجيبوا بعض الهدوم الجديدة. ولوسيل قال لنانا إنها ما كانش لازم تخرج من شغلها عشان تساعده، فنانا ردت عليه إن الأمور كانت خطيرة شوية اليومين دول، وعشان كده كان لازم تروح معاه. ولوسيل خاف من اللي هي قالته، وبعدها اشتروا هدوم من المتجر، ولوسيل شكرها على مساعدتها ليه. وهم راجعين سمعوا صرخة قوية جدا فجأة، ولوسيل سمع الصوت وجري عشان يستكشف، ولقى مونيكا بتنزف على الأرض. واخدها لوسيل للنقابة، ولما فاقت لوسيل قال لها إنها محظوظة إنه كان موجود عشان يشفيها، وسألها إيه اللي حصل. فمونيكا شرحت له إن أهلها زمان اتعالجوا في عيادة، بس ما كانش معاهم فلوس كفاية عشان يدفعوا، وعشان كده انتهى بيهم الأمر ببيعهم كعبيد. فلوسيل بعد كده بيشيل إن العبودية لازم تكون شيء غير قانوني في الدولة دي. لكن مونيكا ردت عليه إنها اتباعت لبلد تانية، وهي اعترضت على الموضوع ده، عشان كده هي شايفة إن دي طريقتهم عشان ينتقموا. فلوسيل استعجب وقال لها مين ممكن يعمل الشيء ده. فمونيكا اعتقد إنه كان راجل اسمه باكولي، وده كان بيدير أكبر عيادة في البلاد. فلوسيل قلقان إنها ممكن تتعرض للهجوم تاني، عشان كده طلب منها إنها تخلي مونيكا قاعدة في نقابة المغامرين. وبعد كده بروح للكافيتيريا، ولوسيل كان سعيد جدا لأنه قدر ينقذ مونيكا. ومونيكا قربت منه وسألته عن السعر اللي لازم تدفعه عشان إنقاذ حياتها، لكن لوسيل قال لها ما تقلقيش، وشكرها على إنها كانت لطيفة معاه دايما، وعشان كده عالجها ببلاش. ومونيكا تأثرت وبدأت تعيط. وبعد شهر الجان اللي هاجم مونيكا اتمسك في الآخر، بس ما كانش فيه أي دليل يربط رئيس العيادة بالجاني ده. ومونيكا قررت إنها تقعد في النقابة وتشتغل كموظفة هناك. وبعد شهرين برود بحث عن لوسيل، وقالوا إن حصل هجوم وحشي وفي مصابين لازم يتعالجوا، والاتنين خرجوا بسرعة عشان يساعدوهم. ولما وصلوا شفنا عدد كبير جدا من المغامرين المصابين، والمغامرين بعدها خدوا لوسيل على أوضة كل أفراد فرقة الذئاب البيضاء مصابين فيها. ولوسيل بدأ يعالجهم وألقى تعويذة الشفاء كذا مرة، ونجح في إنه يشفي واحد منهم.
لكن السحر بتاعه كله خلص، وده خلاه يفقد الوعي، وبرود ده جرعة سحرية، وده خلاه ينشط نفسه عشان يكمل. ولوسيل قدر يشفي المصابين كلهم، لكنه بعدها فقد الوعي، ولما فاق لقى نانا جنبه. بالرغم من انه انقذ الذئاب البيضة، هو عارف ان كان في اصابات تانية ما انقذهمش، عشان كده فكر ازاي يصبح اقوى. ولوسيل عالج الكل، وبعد سنة كاملة من التدريب في النقابة شفنا ان مهاراته اتحسنت جدا. ولوسيل بعد كده بيقابل برود، وبرود أشار ليه إن تقديمه كويس جدا، عشان كده لوسيل خطط إنه يمشي، وبالفلوس هيعرف يشتري كتب تعويذ جديدة عشان يتعلم، لأنه مش بيعرف يستخدم دلوقتي غير الشفاء والعلاج بس. وهو خطط إنه هيقعد في المدينة وهيقدم خدماته بسعر منخفض. وبرود سأل لوسيل بيخطط يشتغل فين بعد ما يشتري كتب التعويذ الخاصة بيه، فلوسيل قال له إنه بيسعى لكسب المال، وبعدين هيفتح عيادة خاصة بيه عشان يقدر يساعد الكل. ولوسيل شكر برود على تدريبه ليه، وانطلق بعد كده لمرحلة جديدة من رحلته. بعد كده لوسيل رجع لنقابة المعالجين، وهناك حياه كيرو اللي سألته إيه سبب وجود لوسيل هنا. فلوسيل بيقول لها إنه جه لتجديد عقده، وكان الكيرو في مزاج سيء جدا، وذكرت إنها بتحاول توظف مساعدة من ساعة ما لوسيل أخد مونيكا لنقابة المغامرين، لكن محدش جه ليها، عشان كده كان الأمر صعب جدا عليها. ولوسيل رد إن حياة مونيكا على الأقل ما بقتش في خطر دلوقتي. بعد كده لوسيل ادى الكيرو بتاعته للتجديد، وبعد ما جددت البطاقة كيرو سألت لوسيل إيه اللي بيحصل معاه، وتساءلت عن نوع التدريب المحفوف المخاطر اللي عمله السنة اللي فاتت. فلوسيل ذكر إنه كان عايش في نقابة المغامرين. بعدها لوسيل شرح لكيرو كل اللي عمله في السنة اللي فاتت، وكيرو سألت لو كان لوسيل بيتلذذ بالتعذيب والضرب. فلوسيل ذكر إنه ببساطة بيسعى لتحسين مهاراته، وفكر إن التدريب كان كتير جدا وكان لازم يدفع ضريبة الأرض كمان. ولوسيل لاحظ المبلغ الضئيل من المال اللي معاه، وفكر إنه محتاج يلاقي وظيفة، وقال إنه لازم يسأل كيرو عن بعض العيادات. وفجأة وصل برود ودفع ضرايب لوسيل، وذكر إنه هيدي دي كيرو عملة ذهبية واحدة عشان تنقل لوسيل لنقابة المغامرين لمدة سنة كاملة. وذكر كمان إنه هيدفع حتى الأجور للوسيل. ولوسيل سأل نفسه إيه اللي جاب برود هنا، فبرود ذكر إنه هنا عشان يسلم لوسيل، وقال إنه عايز لوسيل يصبح مقيم منتظم في نقابة المغامرين. ولوسيل لسه بيحاول يوصل لمستوى برود، وهيكون أمر مثالي لو كان في أجر ليه. بعد كده كيرو سألت لو كان متأكد من الكلام ده، ولوسيل ذكر إنه ما عندوش أي قلق، لأن برود شخص جدير بالثقة، وكيرو سمحت بكده. وبعدها المشهد اتنقل للوسيل وهو راجع لأوضته في نقابة المغامرين. ولوسيل قال إنه تعرض للمضايقة من المغامرين عشان رجع بسرعة، لكنه معاه دلوقتي بعض كتب التعويذ وهيبذل جهده لتعلم السحر في السنة دي. بعد كده برود خد لوسيل عشان يتعشى، وفي الكافيتيريا الكل عمل حفلة لعودة لوسيل. بعدها جولجارو بيقدم المشروب أكس، والجميع بعدوا بسرعة بسبب ريحته الوحشة. جولجارو قال إنه مش هيعرف يبدأ الحفلة خالص إلا لما حد يشرب الكاس، ولوسيل عمل نغب بالمشروب وشربه. ولما الناس شافوه بيعمل كده كلهم استغربوا منه، وكانوا بيتمنوا إن جولجارو والباقي يشربوا المشروب ده برضه. بعد كده الكل بدأ يتجنب لوسيل بسبب ريحة المادة إكس اللي فيه. وبعد كده بيجي قائد الذئاب البيضة. لوسيل بعد كده سيكار سأل لوسيل لو كان متأكد إنه بيحب البنات، وذكر إنه لو كان الكلام ده صح في المرة اللي جاية ممكن ياخدوه عشان يستمتعوا بالحياة الليلية. ولوسيل اتفاجئ إن في أماكن زي دي في المدينة. بعد كده مونيكا جت هناك وقالت إنها مبسوطة برجوع لوسيل، وسألته كانت نقابة المعالجين عاملة إزاي. فلوسيل قال لها إنها كانت كويسة، وذكر إن كيرو كانت تعبانة عشان مش لاقية موظفة تساعدها. وسأل مونيكا لو كانت لسه مبسوطة إنها جت هنا، فمونيكا قالت له إنها مبسوطة، وذكرت إن كل ده بفضل إنقاء لوسيل ليها. بعد كده لوسيل حاول يظبط شعرها، والاتنين حسوا بإحراج. بعدها المشهد بيروح لمعالج اكتشف إن الدخل عيادته من بيع العبيد بقى النص بالظبط عن السنة اللي فاتت، والمساعد بتاعه ذكر إن ده له علاقة بمعالج تابع لنقابة المغامرين. بعد كده المعالج ده بنشوفه هو رايح نقابة المغامرين، وراح عشان يتكلم مع لوسيل. ولوسيل بيسأله أنت مين؟ فالمعالج قدم نفسه على إنه بوتاكولي، رئيس أكبر عيادة في ميراتوني. لوسيل افتكر إنه هو نفس المعالج اللي حاول يقتل مونيكا، وبوتاكولي قال إنه بيدي لوسيل أمر مباشر بإنه يوقف شغل في نقابة المغامرين، وقال له تعالى اشتغل عندي. فلوسيل بيرفض، وذكر إنه موجود هنا بنقل رسمي من نقابة المعالجين.
وبوتاكولي قال إن لوسيل ما يقدرش يرفض أمر مباشر منه، فلوسيل قال له إن مفيش أي سبب يخليه يروح عيادته. فبوتاكولي قال له إن عدد المرضى اللي بيجوا عيادته بقى قليل جدا، ولوسيل ذكر إن العيادة دي مكان لإنقاذ الأرواح. ومحدش هيروح عيادته اللي سمعتها سيئة. فبيقول له هو أنت بتقول إن عيادتي سيئة؟ فلوسيل أيوة واضح جدا. بعد كده لوسيل سأل بوتاكولي لو ممكن يعلمه حاجة، فبوتاكولي بيوافق وعجبه إن لوسيل احترمه. ولوسيل بعدها بيسأله عن اللي بيعمله لما المرضى بيكون عندهم كسور، فبيقول له ذكر إنه بيستخدم العلاج الرفيع عشان يشفيهم وبياخد 30 قطعة ذهبية مقابل ده. فلوسيل سأله عن التعويذة اللي بيستخدمها عشان يعالج عضة ذئب الغابة، فقال له إنه بيستخدم العلاج الرفيع برضه. لوسيل قال له طيب لو المريض ما عندوش فلوس يدفع، فقال له إن عنده طرق تانية يكسب بيها فلوس. فلوسيل قال إن الطريقة دي هي إنه بيبيع المرضى بتوعه عبيد لبلاد تانية، وذكر إن العلاج الأوسط هيكون كفاية عشان يعالج جرح خفيف. فبوتاكولي قال له إنه مش هيكون في أي فايدة من إنه يستخدم سحر منخفض المستوى زي ده، وذكر إن مرضاه بيجوا العيادة عشان ياخدوا علاج وهو بينقذهم، وقال له إنه مش بيهتم لو كان معاهم فلوس ولا لأ. فلوسيلي قال له إن سحر التعافي ده هبة من ربنا ولازم يستخدموه عشان ينقذوا الناس. فبعدها بوتاكولي بيقول إن لوسيل غبي، وقال إن لوسيل ما تهاجمش قبل كده من شخص لما سحره بيخلص وهو بيحاول يعمل أقصى حاجة عشان ينقذ الناس. ولوسيلي اعتقد إن الراجل ده ممكن يكون كان معالج محترم زمان، ولو كان كده يبقى لسه عنده شوية خير في قلبه. فبرود دخل عليهم فجأة وقال إن كان في كام مجرم بيسألوا على لوسيل مؤخرا، وذكر إن بعضهم ممكن يجي عشان يقتله عشان ياخد مكافأة. بوتاكولي اعتقد إن ده مش عدل، فبرود ذكر إن ده سبب إنه مش هيدرب لوسيل كمعالج بعد كده، وقال إنه هيدربه كمصارع بدلاً من كده، وذكر إنه مفيش داعي للقلق لأنه محتاج يتدرب ضعف المعتاد بس، وذكر إن لوسيل لازم يسمع كلامه لو مش عايز يموت. بعد كده بنروح لتدريب لوسيل عند برود، ولوسيل كان بيتعرض للضرب مرة بعد التانية، والناس التانية اللي في المنطقة اعتقدوا إن لوسيل أكيد مات دلوقتي لكنه بيكون لسه عايش، وده خلاهم يعتقدوا إن لوسيل زومبي. بعد كده لوسيل بيتكلم مع مونيكا واعتقد إن كتير من الناس بيتريقوا في الوقت الحالي، وقال إن مراجعة الإحصائيات كانت الشيء الوحيد اللي بيحفزه. وبرود قال إن لوسيل هيفقد اللي محتاجه عشان يكون قوي لو فضل يراجع إحصائياته، وذكر إن الراجل المهووس بالإحصائيات ملوش أي فايدة وقت الشدة. ولوسيل سأل هو برود ما كانش مهووس بالإحصائيات برضه في وقت من الأوقات في حياته. بعد كده بدأوا التدريب بتاعهم، ولوسيل قال إنه من وقتها اتدرب على فنون الدفاع عن النفس والمبارزة والرماية وكمان مجموعة من التقنيات التانية. وفي وقت تاني شفنا بوتاكولي وهو بيشتري تقرير على لوسيل، وزميل ليه قال له إن لوسيل بياخد قطعة فضية واحدة بس مقابل ساعة علاج. فبوتاكولي اعتقد إن لوسيل بيخليه يبدو كأنه شخص طماع. بعد كده جات له فكرة جهنمية وكتب رسالة لمقر نقابة المعالجين بيقول فيها إن لوسيل بياخد أسعار سخيفة عشان يعمل الشفاء، وده بيعطل شغله، لكنه بيقول إنه معالج كويس، وبيطلب منهم إنه يتم ترقيته لمنصب عالي في مكان تاني، واعتقد إنه بالطريقة دي محدش هيدرك نقل لوسيل وسمعته مش هتتشوه، بالإضافة لكده هيبعدوا عنه. بعد كده بدأ يضحك زي المجنون. ولوسيل بعد كده قال إنه فات 6 شهور من ساعة خناقته مع بوتاكولي، وبعد كده بيتنقل المشهد وهو بياكل في الكافيتيريا. وبرود قال إن لوسيل بنى جسد قوي بجد، وذكر إن محدش هيدرك إن لوسيل معالج من شكله. فلوسيل بيقول إنه بدأ يتغلب على خوفه من السيوف مؤخراً، وده يمكن عشان اتجرح كذا مرة. وبرود ذكر إن لوسيل بيفاجئه إنه بيحاول يتوقع هجماته، وعشان كده بيتجرح أحياناً. وجولجارو ذكر إن ده المتوقع من شخص بيسموه بالزومبي. وبرود ذكر إنه مش معلم شيطاني وإنه لطيف جداً. فلوسيل وجولجارو اتفاجئوا لما سمعوا الكلام ده. بعد كده نانا ذكرت إن في رسالة وصلت للوسيل، فبرود سأل عن محتوى الرسالة، فلوسيل لاحظ إنها من المقر الأعلى لنقابة المعالجين، والرسالة بتقول إن لوسيل مدعوم بالقانون إنه يشتغل في مقر النقابة المقدسة، وده عشان لوسيل وصل للمستوى الخامس من تقارب السحر المقدس في سن صغير. بالإضافة لكده هم استلموا توصية توفي بجهوده في إنقاذ الأرواح،
وده اللي قالته الرسالة، وهم عايزين لوسيل يجي المبنى. النقابة أول لما مهمته في نقابة المغامرين تخلص، وبرود ذكر إن بوتاكولي هو السبب في كل ده، وقال إنه عمل كده عشان اكتشف إن نقابة المغامرين كانت بتعالج الناس هنا، فقرر ينقل لوسيل للمقر الرئيسي، وأضاف إن بوتاكولي عايز يمنعه إنه يشفي المغامرين. ولوسيل وقتها أدرك إن دي مش ترقية، ده نقل تعسفي بينقلوه عشان يضايقوه. وبرود ذكر إنه لسه فاضله نص سنة، وقال إن في الوقت ده هيعالج لوسيل كل اللي محتاج شفاء، وهيواصل تدريبه كمان. ولوسيل بيوافق على الكلام ده. بعد كده المشهد اتنقل عليه وهو مجهد في أوضته، وأعتقد إن سعره مش مستحمل الشغل ده، وبالشكل ده هيصبح زومبي بجد. بعدها بنت القطة سألت لوسيل لو لسه بيقدر يعالج الناس، فبرود رد وقال لوسيل أصبح أقوى من ساعة ما جه هنا، وذكر إن مشروب إكس حسب النصوص القديمة بيقوي الجسم وبيسهل تحسين المهارات، لكن هو نفسه مش عارف لو كان بيشتغل فعلا. وجولجارو ذكر إن الغريب إن لوسيل بيفضل يشرب الهبل ده، وأضاف إنه بيدي المشروب ده للوسيل لما بيتكلم مع البنات، وده بيخلي البنات تهرب منه. وبرود طلب منه إنه ما يعملش كده تاني عشان ده وقت حساس بالنسبة للوسيل. بعد كده جالفا وصل للمكان وذكر إن المفاوضات مشيت كويس، وقال إن لوسيل مش هيتم استهدافه حتى بعد ما يروح هناك. فبرود بيسأل مين كان ورا محاولة النقل دي، فجالف ذكر إنه كان بوتاكولي زي ما توقعوا فعلا. بعد كده جولجارو سألهم إيه الخطوة اللي جاية، فجالف ذكر إن فلوس كتير دخلت لنقابة المعالجين، وإنه جه الوقت اللي لازم يبدأوا فيه شغلهم. وبرود ذكر إنه ما توقعش أبدا إنه يشوف جالفا تاني بعد ما تقاعد. وبعدها جالفا بيقول إن الشغل ده أنظف بكتير من اللي كان بيعمله وهو مقاتل. بعد كده سأل عن مدى قوة لوسيل في النص السنة اللي جاية، فبرود قال إنه لسه عنده مجال كبير إنه ينمو. وجولجارو قال إن جالفا لازم يدرب لوسيل هو كمان، وجالفا قال إنه ممكن يفكر في الموضوع بس لو لوسيل ما تغيرش خلال الكام سنة دول. بعد كده جولجارو قال إن لوسيل لازم يكون وقع في الحب كذا مرة لحد دلوقتي، فجالف قال إن كل موظفات الاستقبال شكلهم بيحبوه، بس الجميع أطلقوا عليه لقب الزومبي. وجالف عواف إن كل ده بفضل معلمه الشيطاني، فبرود رد وقال إنه مش شيطاني. بعدها جالف قال إنه سأل لوسيل مرة عن نوع البنات اللي بيحبهم، فلوسيل قال له إنه بيحب كل البنات. بعد كده لوسيل بدأ يفكر في بعض الناس اللي معرفش يعالجهم، وذكر إنه بمجرد ما يمشي العيادات اللي زي عيادة بوتاكولي هترجع زي ما كانت. وذكر إن المغامرين الجداد فقراء وبيخاطروا عشان يكسبوا فلوس، وبيتعرضوا للإصابة في العملية دي وما عندهمش فلوس كفاية عشان يتعالجوا، ولو عالجتهم العيادة تكلفة الشفاء بتدمر حياتهم وبتبيعهم كعبيد. وقال كمان إنه نفسه يتجنب السيناريوهات دي، وطلب من برود إنه يبدأ دورة تدريبية للمبتدئين، وقال إنه لازم يضيف الدورة دي للتدريب الأساسي واللي بيكون عبارة عن ذبح الوحوش والعلاج بالأعشاب. وذكر إنه عارف إن ده هيساعد المغامرين الجداد كتير، وقال إن تدريب مرة في الأسبوع هيساعدهم جدا، وإن ده ممكن يكون الفرق بين إنهم يعيشوا أو يموتوا. وبرود سأل ليه لوسيل بيطلب منه كده والمغامرين مسؤولين عن نفسهم، فلوسيل قال له إن السبب في كده هو إن وجود مدرب زي برود هو اللي خلاه هو نفسه أقوى، وذكر إن معدلات إصابة المغامرين هتقل لو برود أقوى ومعاهم معلومات أكتر، وده هيقلل كمان من عدد المرضى اللي بيروحوا العيادات. ولوسيل كمان بيقول إن كل المغامرين اللي قابلهم هنا ناس كويسة جدا، وعشان كده نفسه يعمل منظمة يساعدهم فيها على النجاح. بعد كده برود بيسأل وبيقول هو لوسيل بجد فاكر إنه مش تحت التدريب دلوقتي؟ ولوسيل قال إنه نضج عقليا وجسديا، وقال إنه سعيد إنه قدر يدرس في النقابة السنتين اللي فاتوا. وبرود قال إنه هيفكر في إنه يبدأ الدورة دي، لكن في حاجة عايز يطلبها من لوسيل برضو. بعد كده سأل مناسب إن مونيكا هتكمل شغل هنا، فلوسيل ذكر إنه بالنظر لسلامتها الأفضل إنها تفضل هنا، وقال كمان إن القرار النهائي يرجع ليها هي. وقبل ما بيمشي برود بيطلب من مونيكا إنها تبطل تختبئ. بعد كده مونيكا ونانا خرجوا، ولوسيل استغرب إيه اللي بيعملوه هنا، وقال إن التوقيت ده كويس عشان يقابلهم وكان عايز يشكرهم. وآن قالت مفيش داعي للشكر. مونيكا ذكرت إن فضل لوسيل لسه عايشه، وقالوا كمان إنهم هيبذلوا أقصى جهد عندهم
عشان يساعدوا لوسيل لو وقع في مشكلة، ولوسيل قال لهم إنه محتاج يقول لهم هو حاسس بإيه برضه. بعد كده شكر نان على مساعدتها ليه في الدراسة وغسيل الهدوم، وقال إنه ما كانش هيقدر يكمل التدريب لو لأنها كانت موجودة علشانه. بعد كده قال لمونيكا ما تقلقش بخصوص إنقاذه ليها، وقال إنها عملت حاجة عشان تعوضه عن ده بالفعل، وقال إن إنقاذه ليها ساعده هو كمان، وقال إن السبب الوحيد اللي خلاه ما يهرخش من تدريب برود هو إنها كانت بتراقبه وما قدرش يخبي نفسه، وبقى ظاهر كأنه عايزها تشفق عليه، وذكر إنه ممتن ليها، وقال إنه عمره ما فكر فيها إنها عيب عليه. بعد كده مونيكا بدأت تعيط ونانا طمنتها، ولوسيل اعتقد إنه حاسس بيهم جدا، وفكر إنهم صحابه اللي حموه لمدة 2 سنين، وكمان قال لهم إنه هيمشي بكرة ومش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده، لكن في يوم من الأيام لازم يتجمعوا كلهم على وجبة مع بعض، واعتقد إنه ممكن يخلق أسبابه عشان يعيش في العالم ده اللي الحياة فيه ما بتسويش أي حاجة، وقال إنه لحد الوقت ده هيشتغل بجد، ولما بيجي الوقت ده هيقدر يهلهم على أهدافه المستقبلية. بعدها المشهد اتنقل وبروب بيقول للوسيل إنه وصل لرتبة ياء، فلوسيل قال له إنه هيرجع هنا في يوم من الأيام وهيضربه، فبرود بيقول إنه هيعمل أي حاجة لوسيل عايزها لو قدر يعمل كده، فبيقول له إنه هيخليه يشرب 5 كاسات من المادة إكس، فبرود بعدها بيتوتر، وبعدها بيقول إن أهمومة لوسيل اتحملت، ولوسيل شكر الجميع على اللي عملوه علشانه، وذكر إن أيامه ما كانتش هتبقى حلوة أبدا لو ما كانوش قبلوه في النقاء، وقال إنه قضى أيام حلوة جدا فيها، وبسببه تم إنقاذ أرواح كتير. بعدها برود اداله شنطة سحرية وشوية فلوس كهدية وداع، وذكر إن لوسيل ممكن يحط لحد 10 مليون وحاجات جوه الشنطة السحرية دي، وقال إن الشنطة دي رمز لامتنانهم. بعد كده موظفة الاستقبال طلبت من لوسيل إنه يعتني بنفسه كويس، وباقي أعضاء النقابة ودعوا لوسيل برضه ودخل يعيط. بعد كده بنروح للوسيل وهو بيغادر المدينة، وشفنا إن الإحصائيات بتاعته زادت كتير جدا من ساعة ما جه هنا، وأعتقد إنه من دلوقتي هيكون لوحده. والحارس عند بوابة المدينة قال له إن أصحابه مستنيينه في العربية دي، ولوسيل بعدها راح للعربية ولقى فرقة الذئاب البيضاء مستنياه، وبدأ يعيط لما شافهم تاني وطلبوا منه إنه ما يعيطش. بعد كده لوسيل انطلق في مغامراته الجديدة، ولوسيل والباقيين وصلوا لمدينة شروق المقدمة. بعد كده بازان سأل لوسيل عن اللي هيعمله دلوقتي، فلوسيل قال له إنه لازم يروح نقابة المغامرين عشان مشروب أكس خلص من عنده، وطلب من المغامرين إنهم يرافقوه وسألوه عن سبب طلبه ده، فبيقول لهم إنه قلقان بس إنه يتعرض للتنمر في النقابة. بعد كده المغامرون طلبوا من بازان إنه يروح مع لوسيل. بعد كده بنروح للوسيل في نقابة المغامرين مع بازان، ولوسيل لاحظ إن مبنى النقابة شبه النقابة التانية في ميراتوني واستغرب من ده. بعد كده بازان خد لوسيل على الكافيتيريا هناك وطلب من النادلة اللي اسمها ميلتي إنها تنادي مدير النقابة، وقدم نفسه ليها وذكر إنه هنا عشان يقدم لوسيل للمدير، وميلتي راحت تنادي المدير. وبازان بعدها بيقول للوسيل إنه ما يحكمش على ميلتي من شكلها لأنها قوية جدا زيه على الأقل. بعد كده المدير بيجي، وبازان قدم لوسيل المدير كمعالج، والجميع اتفاجئ لما سمع ده، وقال إن ده هو المعالج اللي كان عايش في نقابة المغامرين في ميراتوني. والمدير اعتقد إن لوسيل هو اللي كان بيتضرب عند برود. بعد كده ميلتي مشيت وقالت للوسيل إنه يعتني بنفسه، ولوسيل بعدها قال إنه عايز يطلب 3 براميل من المادة أكس، والجميع اتفاجئ لما سمعوا ده. والمدير ادى لوسيل كاس من المادة أكس عشان يشربه، وقال إنه ما يقدرش يبيعها لحد مش هيعرف يشربها. فلوسيل شرب الكاس بتاع المادة أكس قدامه، والجميع اعتقدوا إنه هو المعالج الغريب اللي الكل كان بيتكلم عنه. بعد كده لوسيل سأل لو كان ممكن ياخد طلبه دلوقتي، فالمدير اداله 3 براميل من المادة أكس، ولوسيل قال إنه هيرجع لما يحتاجهم أكتر تاني. وبعدها المدير بيقول إنه سمع إن لوسيل بيعالج الناس مقابل قطعة فضية واحدة بس، فلوسيل قال له أيوة، وقال إنه هيعمل كده طول ما حدش بيسبب له مشاكل هنا. بعد كده لوسيل راح لمقر نقابة المعالجين، واعتقد إن المقر ده كبير جدا بجد، فبازان ذكر إن دي نهاية رحلتهم مع بعض، وأضاف إن لوسيل لازم يشتغل بجد عشان يطور صور التعويذ اللي أخدها ببلاش. ولوسيل بعدها بيشكرهم على كل اللي عملوه معاه ومشيوا، وبيعتقد إن ده شبه نقلة المكتب الجديد في حياته اللي فاتت بالظبط. واعتقد إن كتاب التعويذ اللي أخده من برود لازم يكون متطور، وقال إنه هيشتغل بجد عشان يرد الجميل ده. بعد كده لوسيل دخل مقر
النقابة وموظف الاستقبال سألوا إزاي ممكن يساعده، فلوسيل عرفهم بنفسه وذكر إنه تم نقله هنا بأوامر من الحاكم وإنه عايز يتكلم مع المشرف. فموظف الاستقبال استخدم جهاز الاتصال بالتخاطر عشان يكلم المشرف، ولوسيل عرف الجهاز ده لأنه شافه في نقابة المغامرين قبل كده. بعد كده المشرف جه هناك وقدم نفسه على إنه جراند هارت، وقال إنه كاهن هنا وهو اللي استدعى لوسيل، وطلب من لوسيل إنه يجي معاه. بعد كده جراند هارت خد لوسيل واستخدم مصعد سحري، وشرح إنهم مش بيقدروا يشغلوا المصعد ده إلا بالسحر. فلوسيل سأل لو في أي مدخل تاني، فجراند ذكر إن مفيش، وقال إن المصعد ده اتصمم عشان يمنع ناس كتير إنها تدخل بسهولة. وصلوا بعد كده للدور اللي فوق، ولوسيل قابل لومينا، واللي اتعرفت على لوسيل لأنه هو الشخص اللي أخدته قبل كده نقابة المعالجين في ميراتوني من 2 سنين، وذكرت إن اسمه لويس بس هو صحح لها الاسم. فلوسيل شكرها على مساعدتها ليه، وقال إنه اتفاجئ إنها عرفته، وهي قالت إنها فاكرة سحره، وقالت إنها عايزة تتكلم معاه لوحدهم بخصوص حاجة كده معينة، لكن شكله مشغول دلوقتي وطلبت منه يجي أوضتها بعدين. بعد كده لومينا بتعتذر لهم لأنها عطلتهم، فلوسيل قال لها مفيش مشكلة لأنها زميلته وقائدة فريق فالكيري. بعد كده جراند هارت خد لوسيل على مكتب الاستقبال، ولوسيل قال إنه شكله زي غرفة تعذيب، فجراند رد عليه قال له ده مخزن. بعد كده راحوا أوضة تانية وراه، والكاهن طلب منه يقعد عشان يتكلموا، وقال إنه استلم رسالة من ميراتوني، والرسالة دي بتدعي إن لوسيل بيقدم علاج بيضر شغل المعالجين التانيين، وقال إنه عايز يعرف الحقيقة. فلوسيل قال له إن الكلام ده صح بطريقة ما، وحكى للكاهن عن كل المعالجين بيعملوه في ميراتوني، وإزاي بياخدوا فلوس كتير قوي مقابل العلاج لدرجة إن الناس مش بتقدر تتحمل التكلفة. فلوسيل اقترح كمان إنهم يخلوا رسوم العلاج شفافة أكتر عشان الناس تقدر تتعالج بأمان من غير أي قلق. وجراند هارت ذكر إنه هيناقش الموضوع ده مع الكهنة التانيين، وكمان هيناقشه مع رئيس النقابة. بعد كده لوسيل سأل المفروض يعمل إيه دلوقتي، فجراند هارت ذكر إنه هيتم تعيينه في وحدة التطهير الروحي للقلعة، وهياخد منصب طارد الأرواح الشريرة. وذكر إنه من بكرة لوسيل أن يشتغل على القضاء على الموتى الأحياء، وهيكون أجره 20 قطعة ذهب في الشهر. فلوسيل ما صدقش إنه أخد ترقية دلوقتي، واعتقد إن أجره كويس جدا، لكنه سأل نفسه لو هيكون كويس في الشغل ده بعد كده. بيروح للوسيل وهو بيقابل لومينا، وهي سألته لو كان تم نقله هنا، فلوسيل قال لها إنه استلم رسالة من الحاكم عشان يتنقل. فلومينا اعتقدت إن لوسيل لازم يكون عبقري لو استلم رسالة من الحاكم شخصياً. بعدها لوسيل بيشرح كل حاجة للومينا، وهي سألت لو كان هو اللي أنقذ ناس من العبودية عشان سمع إن في معالج عبقري ظهر في لوسيل، قال لها إنه هو ده. ولومينا سألت لوسيل عن نوع الشغل اللي هيعمله، فقال لها إنه المفروض يعمل تطهير للموتى الأحياء في القبو. فلومينا بتقول إن المهمة الجديدة دي ممكن تعرض لوسيل للخطر، وذكرت إن القبو ده تحت مبنى المقار القديم بتاع النقابة، وفي مقبرة هناك مدفون فيها جثث المسؤولين، وقالت إن من كام عقد كده اتحول لمتاهة، واعتقدت إن السحر بيتجمع بشكل طبيعي هناك، ولو فضل في المكان ده شر الأرواح والموتى الأحياء هينتصروا وهيبدأوا يستحضروا الوحوش. ولومينا قالت إنها كانت فاكرة إن لوسيل جاهل بالحاجات دي، فلوسيل بيقول لها إنه اجتهد طول السنين اللي فاتوا. بعد كده لومينا قالت إن مهمة لوسيل هتكون إنه يعمل تطهير للوحوش اللي هتخرج من المتاهة عشان يتأكدوا إن مفيش ولا وحش هيهرب منها. فلوسيل سأل إيه نوع الوحوش اللي موجودة هناك، فلومينا قالت له إن فيه هياكل عظمية وزومبي وأشباح، وقالت إن لوسيل لازم يمحيهم فوراً بسحر التطهير المقدس. وقالت إنها سمعت إن لوسيل عنده خبرة قتالية كبيرة بسبب تدريبه مع المغامرين. فلوسيل بيسأل عرفت الكلام ده إزاي، وأسألها عن إيجابيات الوظيفة دي. فلومينا ذكرت إن لوسيل ممكن يحتفظ بأي حاجة يلاقيها في المتاهة، وممكن يكون محظوظ ويلاقي كنز، وممكن كمان يبيع حجر الوحش اللي بيعمله تطهير ويشتري كتب تعاويذ حصرية ومفيدة. فلوسيل يعتقد إنه ممكن يبقى أقوى هنا، وسأل لو كان ممكن يتحول لزومبي لو أي وحش عضه، فقالت له إنها ما سمعتش قبل كده إن ده ممكن يحصل. ولوسيل حس بالارتياح لما سمع كده،
وقالت له بعد كده إن في سلبيات للشغل ده برضه، وذكرت إن المتاهة بتطلع ريحة وحشة جدا، والريحة الوحشة دي بتلزق في الهدوم، وده بيخلي الناس تبعد عنك. فلوسيل بيعتقد إن دي مش مشكلة بالنسبة له، عشان هم اتعودوا على كده بالفعل بسبب المشروب إكس. بعد كده ساب الأوضة وهو بيعتقد إنه عارف دلوقتي إيه اللي محتاج يعمله، وإنه هيبذل أقصى جهد عنده عشان يفضل عايش في العالم ده. وفي اليوم اللي بعده لوسيل قابل جراند هارت وجورج، فجورج قال له إنه كان قابل لوسيل في المنصب ده. بعد كده جراند هارت ادى لوسيل لبس رسمي، وقال إن اللبس ده بيلبسه اللي معاها روت بالف أو أعلى منها، والرداء ده معمول مخصوص بخيوط فضية ثمينة، ولوسيل بيعتقد إن اللبس ده لازم يكون متطور. فجراند هارت قال له إنه بيتكلف 10 عملات بلاتينية، ولوسيل بيتصدم من السعر ده لأنه غالي جدا. بعد كده جراند هارت ادى لوسيل بطاقة عشان يستخدمها عشان يوصل للمصعد السحري، وطلب من لوسيل ما يجيبش أي حد هنا بالبطاقة دي حتى لو كان حيوان أو شخص مريض. فلوسيل قال له إنه مش هيعمل كده وأقسم على ده، والكاهن ذكر إن لوسيل مش هيعرف يستخدم البطاقة لو خالف القسم ده، وكمان هيكون في عقوبة تانية قاسية لو كسر القسم. فلوسيل بعدها بيسأل نفسه، هو ده الغرض من أوضة التعذيب اللي شافها دي؟ بعد كده جراند هارت طلب من جورج إنه يتولى الباقي، وجورج قال للوسيل إنه يلبس الرداء قبل ما يروحوا المتاهة. بعد كده جورج خده جوه المتاهة، ولوسيل اعتقد إن الريحة هنا وحشة جدا، لكنها مش أسوأ من ريحة المادة إكس. وبعد كده قابله زومبي، وذكر إن الزومبي بينجذبوا للأحياء، ولازم يستخدم تعويذة التطهير لما يقربوا منه، وكمان لازم يجمع الأحجار السحرية اللي بتقع منهم عشان يبيعها. لوسيل اعتقد إن التطهير ده تعويذة جديدة اتعلمها بعد ما ساب النقابة، لكنه ما جربهاش لسه، وقال إن ده سحر متعدد الاستخدامات بيبعد الشوائب واللعنات، وكمان بينظف الحاجات زي علبة الأكل. بعد كده سأل جورج هيعمل إيه لو ما كانش بيعرف يستخدم التعويذة دي، فجورج رد إن لوسيل لازم يتعلمها وهو شغال. وبعد كده جورج بيمشي، ولوسيل طلع السلاح بتاعه، واعتقد إن الأسلحة اللي اداها البرود بقت مفيدة بجد. بعد كده لوسيل لف في المتاهة لكنه ملقاش أي زومبي، واعتقد إنه لازم يرسم خريطة للمكان ده ولا يتوه. بعد كده ظهر كام زومبي هناك، لوسيل خاف وأطلق عليهم تعويذة وقضى عليهم كلهم، ولاحظ إن مستواه ما زادش حتى بعد ما هزم الوحوش دي، وسأل نفسه لو كانت المتاهة في الحقيقة منطقة تدريب فيها وحوش وهمية عشان تضايق الموظفين الجداد زيه، واعتقد إن ده مش مهم في الحالتين لأنه بياخد 20 قطعة ذهبية عشان يعمل كده، لكن في حد لعدد المرات اللي يقدر يستخدم فيها التعويذة دي. بعد كده جات له فكرة ساعده، واستخدم التطهير على السيف بتاعه، واستخدمه عشان يتعامل مع الزومبي، وده قلل من استهلاكه السعري، وعجبه الموضوع ده جدا. بعد كده لوسين استمر في ذبح الوحوش، واكتشف إنه ممكن يستخدم سحر الشفاء عشان يتعامل معاهم برضه، لكن ده خلاه يتوسخ. بعد كده لوسين راح للمستوى التاني من المتاهة، ولاحظ إن في وحوش أكتر هنا، ولقى كمان شبح بيطير هناك، لكنه من السهل إنه يتعامل معاه. بعد كده بيشعر بالجوع، وأكل الغداء بتاعه وشرب شوية من المادة إكس، وبسبب الريحة الكريهة بتاعة المادة إكس حتى الوحوش بدأت تتجنب لوسيل. بعد كده خلص المستوى الثاني من المتاهة وراح للمستوى الثالث، وهناك واجه وتعامل مع مجموعة كبيرة من الهواكل العظمية لحد لما تعب، لكنه عمل اللي يكفيه وأنهى يومه الأول من الاستكشاف هناك، وقرر بعدها إنه يرجع. وبعد كده بيروح لجورج، وجورج استخدم التطهير على لوسيل، وذكر إنه اعتقد إن لوسيل اتحول لزومبي عشان اختفى في المتاهة لمدة نص يوم. فلوسيل اعتقد إنه تم إحضاره للمتاهة دي في مهمة، لكن مستواه ما زادش لحد دلوقتي، وده خلاه متأكد إن المكان ده هو نوع من مرافق التدريب المخصصة. بعد كده جورج خد لوسيل على المحل، وقال إن لوسيل ممكن يبدل الأحجار السحرية اللي جمعها بنقاط في المحل ده، وكمان ممكن يشتري أي حاجة موجودة عندهم هنا، ولوسيل بيعتقد إن ده شبه لعبة فيديو. بعد كده صاحبة المحل كاتاليا قدمت نفسها، وقالت إن مواجهة الزومبي أكيد كانت صعبة، فلوسيل قال لها إن الموضوع كان كويس، وكاتاليا طلبت من لوسيل يسلم الحجر السحري اللي جمعه النهاردة. بعد كده هتديله الحاجة اللي هو عايزها لما يخلص شغل بكرة، لأنه ما عندوش نقاط كافية النهاردة. وقالت له كمان إنها هتسمح له ياخد ب4000 نقطة عشان دي أول مرة ليه هنا، وطلبت منه إنه ياخد باله كويس من دلوقتي، ولوسيل بيقول لها إنه هيعمل كده. بعدها لوسيل اعتقد إن هدفه اللي جاي هو 1,000,000 نقطة، واعتقد إن ده كويس إنه يشوف أرباحه بتزيد. وبعد كده بيقابل جراند هارت، فجراند هارت سأله الأمور ماشية إزاي، فلوسيل قال له كويس.
بعد كده جراند هارت ذكر إنه بخصوص أجر لوسيل هيتم إيداعه في حساب النقابة بتاعه في أول الشهر، وإنه يقدر يتأكد من الرصيد في مكتب الاستقبال، وممكن يستخدم أي حاجة موجودة في أوضة التخزين لو كان محتاج أي معدات، لكن لازم يتأكد إنه ياخد اللي محتاجه بس. بعد كده جراند هارت بدأ يتكلم كتير عن اللي المفروض لوسيل يعمله، وبعد كده مشي جوه المقر وبدأ يتكلم كتير عن سحر التعافي وإزاي المفروض يستخدمه لمصلحة الناس التانية. وبعدها بيمشي، وفي اليوم اللي بعده لوسيل راح المتاهة تاني، وشرح إنه في يومه التاني من الاستكشاف رسم بس خريطة للمتاهة وهزم كام زومبي، ولاحظ إن الزومبي بدأوا يشيلوا أسلحة. وكاتاليا لاحظت إنه جمع 5000 نقطة وطلبت منه ما يبالغش في الشغل. وفي يومه الثالث لوسيل وصل للمستوى السادس، واعتقد إنه بالمعدل ده ممكن يقدر يخلص المتاهة دي في أي وقت. وبعدها هزم بعض الأشباح والزومبي، ولاحظ إن الزومبي بدأوا يشيلوا أسلحة. بعد كده لوسيل بيقع في الفخ، واعتقد إنه لازم يكون حريص أكتر من دلوقتي. ورايح شفنا مجموعة كبيرة من الزومبي بتهاجمه، ولوسيل استخدم التطهير عشان يهزمهم. ومن ساعتها عدد الوحوش زاد، وبسبب كثرة الفخاخ المساحة للوسيل اللي بيتحرك فيها بقت صغيرة، والنقط بتاعته بدأت توصل لمستوى عالي، واعتقد إن ممكن يكون أول شخص يعمل كده. وبعد كده بيشرب كأس من المادة إكس ودخل أوضة الزعيم، والبوابة بتتقفل وراه. وبعدها لاحظ إن في عدد كبير من الوحوش في الأوضة وبيكون محاصر بالكامل. وبعد كده حاول يستخدم التطهير لكنه مش شغال معاه، وبعدها بيهرب وهو بيسأل نفسه لو كان السحر بتاعه ممنوع هنا، واعتقد إنه كان لازم ياخد وقت عشان يحقق الموضوع ده قبل ما يدخل. وبعد كده واحد من الزومبي بينجح في إصابة لوسيل، ولوسيل بيكون مستغرب لأنه بيكون حاسس بالألم من هجماتهم الوهمية دي. بعد كده استخدم السيف بتاعه عشان يقتل الزومبي، واكتشف إنه مش بيقدر يستخدم التعويذ لكن يقدر يقاتل بالسيف بتاعه. وبعدها بيستخدم الطريقة دي عشان يهزم كل الزومبي، وقال إنه لازم يجمع الأحجار دلوقتي. بعد كده الزعيم بيظهر هناك، ولوسيل مش بيقدر يشفي نفسه عشان السحر بتاعه لسه ممنوع ومش عارف يستخدمه. وبعد كده الزعيم بيحاول يهاجمه بالكوس بتاعه لكنه بيتفادى الهجوم، ولوسيل يعتقد إن الزعيم بيخاف من الأسلحة الفضية المقدسة وإن ده سبب تهربه. وقال إنه هيشتت تركيز الزعيم وهو بيرمي التعويذة، وهيستغل الفرصة دي عشان يهاجم بعد كده. الزعيم حاول يرمي تعويذة، ولوسي يستخدم قوته عشان يشتته وهاجمه بالسيف بتاعه، لكن الزعيم الأبيض اتجدد على طول، ولوسيل اعتقد إنه كان عارف إن الهجوم ده مش هيكون كفاية عشان يخلص عليه. بعد كده لوسيل هاجم الزعيم بالرمح بتاعه وقطع راسه، وده قضى على الزعيم نهائياً حرو تاني. واعتقد إن منطق ألعاب الفيديو ده بينطبق في العالم ده كمان، وقال إن جه الوقت عشان يجمع كل الأحجار السحرية دي. بعد كده اكتشف مكان مخفي بيودي لتحت، ولوسيل ما صدقش إن فيه لسه المزيد في المكان ده، واعتقد إنه هيرجع يوم تاني عشان يستكشف أكتر. وبعد كده راح لكاتاليا واداها الأحجار السحرية، وقال لها إن في حاجة عايز يوريها لها بعدين. فكاتاليا لاحظت إن لوسيل معاه كمية كبيرة جدا من الأحجار السحرية، وقال لها إنه هزم مجموعة كبيرة جدا من الزومبي في أوضة الزعيم، وكان في المستوى العاشر. وقال إنه كان ضعيف في الأول عشان ما قدرش يستخدم السحر هناك، لكنه قدر بطريقة ما يخلص على الوحوش. وبعدها الزعيم الأبيض ظهر، فكاتاليا قالت له بغضب إن لوسيل مش لازم يكون متهور بالشكل ده، فقال لها إنه ما توقعش إنه يهاجم حاجة زي دي. فكاتاليا قالت له إنه كان لازم يقرأ الإرشادات الأول، فقال لها إنه لسه ما عداش عليه غير 11 يوم من ساعة ما بدأ شغل هنا، وإن دي وظيفته وما كانش عارف أي حاجة. فبعدها كاتاليا بتعتذر له على غضبها، وبعد كده بدلت الأحجار السحرية بتاعته بنقط، وقالت إن لوسيل جاب 180 ألف نقطة النهاردة، ولوسيل يعتقد إن ده عدد كبير جدا. بعدها كاتاليا سألت إيه اللي لوسيل عايز يوريه ليها، فلوسيل بعدها بيطلع الرداء اللي الزعيم كان لابسه، وقال إن معاه الطقم بتاعه برضه. وكاتاليا بتتصدم لما بتشوفه، وطلبت من لوسيل إنه يشيل الحاجات دي في الشنطة بتاعته ويمشي وراها. وخدت لوسيل لمكان معين، واتصلت بالحاكم عشان تقوله إن عندها أخبار عاجلة محتاجة تناقشها معاه. فالحاكم سمح لها بالدخول وسألها إيه اللي خلاها تيجي هنا. فكاتاليا ردت إنه هو ده طارد الأرواح الشريرة الجديد، وإنه من ساعة ما تولى منصبه هزم عدد كبير جدا من الموتى الأحياء في المتاهة دي. وقالت إنه النهاردة قاتل الزعيم في الأوضة الرئيسية من المستوى العاشر، وقدر يهزمه ويرجع الحاجات بتاعته.
بالرغم من إن السحر بتاعه كان ممنوع. وقالت كمان إنها اتأكدت من صحة كلامه وإنها جابت الحاجات هنا للحاكم. بعد كده الحاكم بيسأل لوسيل عن اسمه، فلوسيل بيقدم نفسه، والحاكم طلب منه إنه يوريه الحاجات اللي استرجعها بعد كده. الخادم قدم الحاجات للحاكم، والحاكم قال إن الحاجات دي بتنتمي للمعالج اللي اختفى من 12 سنة، وإن قلبة الروح دي بتقلل من استهلاك السحر بالنص، وإن السلاح ده ممكن يبطل سحر الناس التانية، وبيطلب إنه يشتري الحاجات دي من لوسيل. فلوسيل قال إنه هيسيب الحاجات دي ليه عشان شكلها ليها قيمة تاريخية، لكنه نفسه يطلب طلب خاص. فالحاكم بيقول له عاوز إيه؟ فلوسيل قال إن هو بيستكشف المتاهة، الشنطة السحرية بتاعته مش بتشيل كفاية، وعشان كده هو عايز شنطة سحرية بسعة أكبر. وفعلا الحاكم بيديله كيس سحري جواه بعد بديل الزمن فيه بيقف، والكيس ده ممكن يشيل الأوضة دي كلها، وكمان ممكن يعرف إيه اللي جواه. لوسيل سأل نفسه لو كان بجد يستاهل الهدية دي كلها، فالحاكم قال إن ده هيكون مفيد ليه برضه، وقال للوسيل إنه يرجع مع كاتاليا عشان تشوفه، ولو ليها أي حاجة تانية في المتاهة هتديله مكافأة. وقال إن لوسيل ممكن ياخد الكيس السحري من كاتاليا بكرة. بعد كده الاتنين خرجوا من عند الحاكم، فكاتاليا قالت إن لوسيل كان شجاع لما طلب حاجة من الحاكم مقابل الخدمة بتاعته، ولوسيل بيسأل نفسه هو ده كان وقاحة منه ولا لأ؟ وكاتاليا قالت له إنه كان كويس، بدليل ليه إن الحاكم اداله هدية. والستوري اعتقد إنه عمل أخطاء كتيرة قوي في معركة الزعيم مرافقين للومينا، ولوسيل بعدها بيقدم نفسه ليهم برضه وسأل افطروا. فلومينا قالت إنهم بيفطروا دايما بعد التدريب الصباحي، وذكرت إنها سمعت إنس في الشغل بتاعه. فلوسيل قال لها إنها هتكون سعيدة تسمع قصته، وطلبت من لوسيل إنه يفطر معاهم. وبعدها لوسيل حكى للبنات إزاي ذكروا إن ده كان تصرف متهور منه، ولوسيل بعدها بيقولوا إنه بيلوم نفسه بسبب ده من امبارح. فلوسي قالت إن لوسيل هيجيله يتنقله إلا لما ياخدوا ميعاد رسمي من المقر الرئيسي. بعد كده لومينا قالت إنها ممكن تساعده لو كان التدريب ده هو اللي بيدور عليه، بس ده ممكن يكون تحدي للمعالج. لوسيل طلب منها إنها تجربه. بعد كده المشهد اتنقل للوسيل وهو رايح للمتاهة، وقال إنه وصل في استكشافه للمستوى 12، وما كانش فيه مفاجأة كبيرة هناك. وبعدها راح لمحل كاتاليا واداها الأحجار السحرية بتاعته. فكاتاليا سحري، وقالت إن لوسيل ممكن يخفي أي حاجة في إيده باستخدام الكيس السحري ده ويخزن أي حاجة هو عاوزها. وقالت إن كل اللي هو لازم يعمله إنه يلمس الحاجة ويقول قلب عشان يسحب أي حاجة، ولازم يفكر في الحاجة دي. ولوسيل لاحظ إن في كم كتاب جوه الكيس السحري، فكاتاليا قالت له إن الحاكم قال لها إنها لوسيل كان متأخر عنهم ب8 لفات. بعد كده لوسيل قال لها إنه بيستخدمه من ساعة ما دخل المتاهة، ولومينا قالت إنها عايزة تشوف إمكانيات لوسيل الفعلية، وطلبت منه يهاجمها باللي اتعلمه في نقابة المغامرين. فبعدها لوسيل بيهاجم لومينا. ما توقعتش أبدا إن الضربة دي هتكون قوية كده، وقالت إن لومينا مش بتضغط عليهم بحدة زيه. وكارينا قالت إن دي كانت مفاجأة وما توقعوش أبدا إنها توري كل الاحترام ده لمعالج. وبعد كده المشهد اتنقل لكل الفرسان وهم بيعملوا تدريب الحراس، فلومينا قالت إن ده صح بالظبط، وقالت إن فريق لوسيل المفروض يلاقي صعوبة في هزيمة مجموعتها عشان خبرتهم يقوي الدفاع بتاعهم. بعد كده لومينا قالت إن لوسيل غريب الأطوار بجد، فإليزابيث قالت إن ده المفروض يكون طرح. بعد كده لوسيل كمل استكشاف ووصل في النهاية للطابق ال15، وبيلاحظ إن في باب شبه اللي في الطابق ال10 هناك، وأعتقد إنه عنده إحساس وحش بخصوص ده. بعد كده لوسيل بيتكلم عن ده مع كاتاليا، فكاتاليا قالت إنها مش متأكدة، لكن ممكن يكون في شخص تاني في ريبل وقعته في الأرض، وبعدها لوسيل حارب إليزابيث وحاول يستخدم ميزة الحجم بتاعه، لكن إليزابيث هو أنت اختفيتي لحظة وإحنا بنحارب، فوضحت له هي المقدسة، وقالت إنه عدى نص قرن بالفعل من ساعة ما القبو بقى متاهة، وهم مش عارفين سبب التحول ده إيه، لكن في الوقت ده المكان كان حيوي، وفرسان القلعة والمعالجين كرسوا نفسهم لدراسته. فلوسيل سأل نفسه هو الحاكم كان عايش قبل نص قرن؟ واعتقد ان شكل الحاكم صغير. بعد كده الحاكم قال تقفلها، وبفضل ده قدروا يمنعوا الوحوش انها تطلع المتاهة دي تتهزم. فالحاكم قال ان ده ممكن، وقال ان عن طريق انهاء المتاهة يقدروا يدمروا النواة اللي بتطلع منها الطاقة،
وده هيخلي المتاهة تختفي، لكن محدش قدر يعمل كده لحد دلوقتي. ومجموعة قوية من فرسان القلعة والمعالجين دخلوا هناك قفل عشان يمنعوا الوحوش إنها تهرب، وهم بيستخدموا المعالجين كطاردين للأرواح الشريرة لكام وحش. والحاكم قال إن عدد الفرسان المعالجين بيقل شوية من عقود، ونتيجة لكده ما عندهمش القوة الكافية عشان يتغلبوا على المتاهة. بعد كده الحاكم طلب من لوسيل إنه يكمل استكشاف المتاهة، وسأله لو في أي حاجة تانية يطلبها للمهمة دي. فلوسيل قال إنه نفسه ياخد أسلحة مضادة للزومبي زي الدروع مثلا. فالحاكم قال إنها هتجهز الحاجات دي ليه، وقالت إنها ممكن تدي لوسيل ترقية لما يوصل لرتبة المعالج السابع. بعد كده الحاكم ذكر إنها هتسيب الحاجات دي مع كتاليا، وبعدها لوسيل اتحمس عشان ياخد الترقية. بعد كده لوسيل راح لنقابة المغامرين، والكل هناك سأل إيه اللي بيعمله المعالج هنا. بعد كده راح لمدير النقابة وقال إنه عايز 10 براميل من المادة إكس. بعدها المدير ذكر إن عنده خدمة عايزها من لوسيل، وقال إنه نفسه لوسيل يتولى علاج المغامرين هنا زي ما كان بيعمل في ميراتوني. فلوسيل قال إنه مش هيقدر يعمل كده عشان بيشتغل في النقابة دلوقتي. فالمدير سأل لو لوسيل هيساعد لو طلب مساعدة كمغامر. فلوسيل قال له إنه لازم يمد إيد المساعدة لو المغامرين في ورطة، وممكن بالطريقة دي يسدد دينه البرود والباقي. بعد كده لوسيل قال إنه ممكن يساعدهم لما ينادوا عليه كمغامر، وبعدها المدير راح عشان يجيب المادة إكس. فلوسيل سأل نفسه إيه اللي بيحصل؟ فميلت قالت إن في الفترة الأخيرة ظهر كام وحش مستواهم عالي، وناس كتير اتعذبت من إصابات خطيرة. فلوسيل قال ليه ما بيروحوش العيادات؟ فقالت له إنهم ما عندهمش فلوس كافية ومش عايزين يبقوا عبيد. بعد كده المدير جه وسأل لو لوسيل هيوفي بوعده. فلوسيل قال له إنه هيفرض عليهم عملة فضية واحدة لكل شخص. بعد كده المشهد اتنقل لمغامرين مصابين في ملعب تدريب النقابة، وواحد منهم ذكر إنه هياخد صاحبه العيادة. فصاحبه قال إنه ما عندوش فلوس كتير، والمغامر بيأمل إن حد يقدر يساعدهم. بعدها لوسيل جه هناك، والكل سأل إيه اللي بيعمله المعالج هنا، وطلبوا منه إنه يخرج من هنا. بعد كده مدير النقابة طلب من الكل إنهم يهدوا، وذكر إن الشخص المميز ده هو الأسطورة العظيمة من ميراتوني، وهو المعالج الزومبي، وهيساعدهم مقابل عملة فضية واحدة بس. فالمغامرين المصابين سألوا لو كان ده بجد معالج الزومبي الأسطوري، وهم بيكونوا مستغربين واعتقدوا إنه ممكن ينقذهم فعلا لو كان هو ده الشخص. بعد كده بدأوا يهتفوا ليه وبيقولوا له زومبي. فلوسيل قال إنه مش عاجبه ده شوية، واعتقد إنه بالمعدل ده هيفضل بلقب ده للأبد. بعدها قال إنه مش عايز يسحب الشغل من العيادات، عشان كده مش هيقدر يعالجهم في كل مرة، لكن مش لازم يعملوا الشغب قوي ويهاجموا العيادات عشان غالية جدا. وذكر إنه مش هيقدر يساعدهم إلا لما هيكون هنا عشان ياخد المادة إكس، وعنده 3 شروط عشان يعالجهم. أول شرط ياخد عملة فضية واحدة بس لكل شخص. تاني شرط هو لو أي حد من النقابة زيه في ورطة فهو نفسه إنهم يعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يساعدوه. تالت شرط لقب الزومبي ممنوع بموجب الاتفاق ده. فالكل فهم ووافق على الأرض. بعدها لوسيل استخدم الشفاء الراقي للمنطقة عشان يعالج الكل مرة واحدة، وبعد كده شكروا لوسيل على علاجه ليهم، واعتقدوا إنهم لازم يدوله لقب تاني، وعملوا اجتماع عشان الموضوع ده. وبعد اقتراحات مختلفة زي المعالج الرخيص أو المعالج المجنون وكمان المعالج الغريب، فقرروا يسموا لوسيل بالمعالج غريب الأطوار عشان علاجه غريب هو كمان. بعد كده بدأوا يهتفوا بلقبه، فلوسيل يعتقد إن المغامرين دول وحشين بجد في إعطاء الألقاب. وبعدها المشهد اتنقل للقاء لوسيل مع كتاليا، وكتاليا قالت إن لوسيل متأخر عن العادي. فلوسيل بعدها قال إنه رايح يودع الفوق بتاع فالكيري. بعد كده بنشوف إن فوق فالكيري كانوا ماشيين وناس كتير كانت بتهتف ليهم، ولومين اعتقد إن ده ما حصلش قبل كده. بعد كده عرفت إن ده بسبب لوسيل. وبعد كده كتاليا سألته لو هيرجع في المدة العادية، فلوسيل قال إنه بيفكر المرة دي يفضل جوه المتاهة شوية. فكتاليا قالت له إنها مش هتقدر تسمح له يعمل حاجة خطيرة قوي كده. فلوسين قال لها مفيش مشكلة، عشان بعد ما أعزم الوحوش في الأوضة الرئيسية ما بقاش فيه أي حاجة تانية لحد لما الباب اللي بعده يفتح. بعد كده كتاليا طلبت من لوسين إنه يتأكد إنه يرجع هنا مرة واحدة في الأسبوع ويتجنب المبالغة في الحاجات. بعدها لوسيل مشي، والمشهد بعد كده يتنقل لرجوعه. فكتاليا ذكرت إن لسه ما كملش أسبوع، ولوسيل يعتقد إن ساعته الداخلية بايظة. بعدها كتاليا ذكرت إن عندها أسلحة ودروع جديدة هتديها لوسيل من عند الحاكم.
فلوسيل بعدها بيجهزهم وبيلبسهم، وكمان ادت له وسادة سحرية وقالت له إنها ممكن تساعده ينام عشان يقدر يستعيد نشاطه بالكامل اليوم اللي بعده، وسألته هتعمل إيه بقية اليوم. فلوسين قال لها إنه هيشتري شوية حاجات وبعدها هيرجع. بعد كده لوسيل بيروح نقابة المعالجين عشان ياخد شوية من المشروب الجوهري، والمدير كان مجهز له بالفعل، وقال إنه كان عارف إن لوسيل هيجي هنا علشانه النهاردة، عشان المفروض النهاردة هو يوم أجازته. بعد كده لوسيل طلب من المدير إنه يبعت رسالة تانية لميراتوني، واعتقد إنه مفيش أي ردود جات له لحد دلوقتي. بعد كده كان مغامر جم هناك وسألوا لوسيل لو هينضم لمعركة تدريبية بعد ما يعالجهم، وقالوا إنهم مش قادرين يستنوا عشان يوروه اللي اتعلموه. بعد كده المدير قال إن كل المغامرين مجهزين نفسهم عشان يواجهوا لوسيل، وهم بيتضربوا بجد بسبب كده. وعند الإصابات قال لي برضه في لوسيل، قال إنه سعيد إنه سمع كده. وبعد كده مغامر جه هناك وسأل لو لوسيل أتقن الدرع البدني اللي علمه ليه، فلوسيل قال له إن الموضوع مش بيصعب عليه قوي، وجرب يشغل الدرع اللي على جسمه لكنه ما نجحش بالكامل. فالمغامر قال إنه ما اندهش إن لوسيل لسه عالج في المستوى الأول حتى بالرغم من إن قدرته السحرية كويسة جدا. فلوسيل قال إن سبب في كده هو إنه ما حاربش أي وحوش، واعتقد إن كل الوحوش اللي قتلها كانت أوهام. بعد كده ميل تقر للوسيل إن الكل مستعد للعلاج، ولوسيل استخدم سحره عشان يعالج الكل مرة واحدة. بعد كده سألهم لو كان عندهم أي أخبار بخصوص فوق فالكري أو ميراتوني، فواحدة من المغامرين قالت لها إنها سمعت إن الفرقة بأمان، لكن كان في كام حالة وفاة بين فرسان القلعة. ومغامر تاني قال إنه سمع إن الزعباعة خرج عن السيطرة في ميراتوني، وإنه بيخطف المغامرين وبياخدهم لقاعة التدريب. وقال إنه سمع كمان إن الدب الطباخ بيعمل أطباق جديدة باستخدام المادة إكس، وإن موظفات الاستقبال كتير في النقابة هيتجوزوا. فلوسيل طلب منه يتكلم أكتر عن الموضوع ده، فالراجل قال إنكم وحش خطب موظفات الاستقبال. لوسيل سأل مين هم، فالراجل قال له إنه ما يعرفش. ولوسيل سأل نفسه هل ده السبب إنهم مش بيردوا على رسائله، واعتقد إن كان المفروض على الأقل يدعوه لحفلة الزفاف. بعد كده المشهد اتنقل للوسيل وهو بيسأل المدير عن الموضوع ده، واكتشف إن جولجار نسي يبعت الرسائل. بعد كده لوسيل سأل المدير مين البنات دول، ولوسيل سمع كام مغامر بيتكلموا عنه وعن موظفات الاستقبال، وسألوه لو لوسيل صاحب الاتنين. بعد كده الكل وافق إن السيدتين دول هم السبب إنه قدر يبقى معالج، وإن الاتنين لوسيل بيحبهم، ودعمهم هو اللي ساعد لوسيل يشرب المادة إكس ويفضل عايش في تدريب برود. بعد كده لوسيل سأل البنات هيقعدوا قد إيه في العاصمة، فالبنات قالوا له إنهم هيقعدوا 3 أيام، ولوسيل قال إنه نفسه يقضي وقت أكبر معاهم. بعد كده البنات مسكوا لوسيل من دراعه وقالوا إنهم سمعوا إن في كم مغامر مصابين في قاعة التدريب وشكله هيساعد في علاجهم. فلوسيل قال إنه ما عملش أي حاجة خاصة طول زيارتهم، وإنهم تعاملوا بس مع المغامرين وتظاهروا وقتها عن الرسائل. والمدير عمل حفلة ضخمة للكل، وقبل ما يعرفوا جه الوقت إنهم يمشوا. بعد كده لوسيل قال إنه سعيد جدا إنهم جم يزوروه، وقال إنه هيحاول إنه يزورهم المرة اللي جاية. فالبنات قالوا إنهم مش قادرين يستنوا لما يجي لهم. بعد كده مشيوا. بعد كده المشهد بيتنقل للراجل اللي طارد لوسيل وهو بيعتذر عن أفعاله، ولوسيل قال إنه مفيش داعي للاعتذار عشان كل إصاباته راحت. بعد كده لوسيل اكتشف إنهم جم كل المسافة دي عشان كانوا عايزين معالج شاطر في نيس، وقالوا إنه بفضل السحر اجتماعهم مع الحاكم مشي كويس، وقالوا إنهم قدروا يعملوا كده بس عشان لوسيل أنقذ حياتهم وشكروه على كده. وبعد كده شفنا بنت جت هناك واكتشفنا إن اسمها شيلا. أبوها ذكر إن الحبال الصوتية بتاعت شيلا اتضررت في حادث من زمان. بعد كده لوسيل قال لشيلا إنها بطلة لإنقاذ كل الناس دول، واستخدم سحر تعويذك الشفاء عليها. بعد كده الممثلين مشيوا واكتشفنا إن لوسيل استخدم عليها تعويذة مستواها عالي، وقال إنه لسه ما أتقنهاش بالكامل، وبيتمنى إن التعويذة دي ترجع صوت شيلا من كاني. بعد كده لوسيل قال للومينا إنه وصل للطابق ال40 من المتاهة، لكنه لسه حاسس إنه مش مستعد يحارب العدو اللي جوه أوضة الزعيم واللي بيكون في الطابق ال40. فلومينا قالت إن لوسيل جبان، بس ده مش حاجة وحشة، وقالت إن لوسيل لازم يتدرب معاها لو مش متأكد من قدراته. وقالت كمان إن عدى سنة تقريبا من ساعة لما جه العاصمة، ونفسها تشوف لوسيل اتحسن قد إيه. بعد كده بدأ القتال، ولومينا هجمت لوسيل بالسيف بتاعها، ولوسيل بيدافع بالدرع بتاعه. بعدها لوسيل رمى سكينة على لومينا، ولومينا هربت منه. بعد كده قالت إن لوسيل قدر يفاجئها، وقالت إن ما كانش عندها فكرة إنه هيصبح قوي كده. بعد كده بيكملوا التدريب بتاعهم، وبعد كده بنشوف لوسيل وهو تعبان جدا، ولومينا وضحت إنه اتحسن في السنة اللي فاتت، لكن لسه ما ينفعش يحارب خصوم أقوياء جدا. فلوسيل قال إنه بقى عنده فكرة أحسن عن إزاي يمشي لقدام. بعد كده لوسيل سأل لومينا ليه عملت ليه التدريب الغير رسمي ده، فلومينا قالت إن دي الطريقة اللي بتتعامل بيها، وقالت إنها بتبذل مجهود عشان تبدو قاسية، لكنها ساعات بتسيب حضرها. فلوسيل بيقول إن الطريقة الودية دي بتناسبها أكتر، وقال إنها لو عايزة تبقى رسمية هيكون سعيد إنه يتكلم معاها. بعد كده لوسيل قال إنه في اليوم اللي بعده لومينا وفوق فالكري انطلقوا للحدود. بعد كده عدى 6 شهور ولوسيل بقى جاهز أخيرا عشان يدخل الأوضة الرئيسية،
بعد كده كاتاليا ادت له رسالة وقالت له إن لومينا طلبت منها تديها له لما يقرر يدخل الأوضة الرئيسية. فلوسيل بعدها بيقرأ الرسالة، والرسالة بتقول له إن في الطابق ال40 غالبا هيلاقي الراجل استخدم قوته الاستثنائية عشان يتخطى الرتب وبقى رئيس الكهنة، وفالس تاني استخدم سحر التعافي القوي وتكنيك السيف الطويل للقتال عشان يبقى رئيس الجيش. بعدها لوسيل لاحظ إن العدوين الأقوياء اللي ذكرته اندمجوا في وحش واحد، وشفناه بيستخدم التطهير عشان يهاجم الزعيم، لكن مفيش أي تأثير عليه. بعدها لوسيل استخدم سكينه عشان يهاجمه، وأعتقد إن ده ممكن يكون صح، لكن ما عندوش أي فكرة عن حجم الضرر اللي لازم يعمله عشان يخلص على الموضوع ده. وأثناء الليل الزعيم حاصل لوسيل، وشفناه عمل حاجز من المادة إكس عشان يرده، والحاجز ده صد الفارس بعيد. وكده لوسيل حاول يجرب كل أنواع الهجمات على الزعيم، وشفناه بيرجع للمنطقة الآمنة اللي عملها بالمادة إكس. بعدها عدى أسبوع ولوسيل اعتقد إن أكله هيخلص قريب، واعتقد إن بالمعدل ده هيموت، وقال إن أثناء محاربته للزعيم والزومبي أدرك إن المكان ده مش متاهة مزيفة، وهو مش عارف ليه مستواه مش بيزيد، لكن الهجمات اللي وجهها للموتى الأحياء كانت حقيقية بالتأكيد. بعدها لوسيل اعتقد إنه هيموت لو ما كدبش، وبعد كده حارب الزعيم مرة تانية، واعتقد إنه حفظ كل أنماط الهجوم بتاعته دلوقتي، وقال إن مش ممكن يموت دلوقتي عشان في ناس عايز يشوفهم تاني. والرسالة بتاعت لومينا بتقوله إنه ممكن يقتل أي عدو لو تم قطع رأسه، وشفناه قطع رأس الزعيم وقتله. وبعد كده شفنا الزعيم رمى نوع من الكتب، ولوسيل حاول يخرج من الأوضة الرئيسية لكن الأبواب مش بتفتح، ومبقاش قدامه غير إنه يكمل لقدام. وبينزل السلم وبيتفاجئ بوجود تنين مرعب جدا قدامه، ولوسيل بعدها بيستخبى بسرعة وقلبه كان هيقف من الرعب، ولكن للأسف مفيش طريق تاني بيروح للتنين، وبيقول له أنا عارف إني ميت، بس على الأقل مش هرجع عن قراري. وفجأة لوسيل بيلاحظ وجود ختم سحري وبيستخدم سحر التطهير وبيفك الختم ده، وفجأة بنلاقي التنين اترمى على الأرض، وأول لما بيروح يلمس التنين بيلاقيه فتح عينيه، وفي الوقت ده ما بيعملش أي حاجة. وفجأة التنين بيتكلم معاه وبيعرفه إن هو تجسيد لقوة الخير في العالم ده، وإن تم ختمه من قبل جماعة من الأشرار، وبالتالي بدأ الفساد ينتشر في البلاد. وبيقول له يحط إيده ناحيته، وهنا الطاقة بتتنقل له فوراً، والتنين بعدها بيتحول لهيكل عظمي، وبعدها بنلاقي أسلحة محرمة ظهرت في إيده، وفجأة في ختم بيتلف حواليه وبينقله من المكان في لمح البصر. وبعدها لوسيل بيرجع الكنيسة من تاني وبياخد بعضه وبيروح المتجر عند كاتاليا، لكنها بتهاجم عليه بغباء وبتكون فاكراه وحش، ولكن لما بتعرف إن لوسيل بتجري وبتحضنه وبتقوله إحنا بنحسبك ميت، وبنعرف إن بقاله أكتر من 6 شهور داخل المتاهة وما طلعش لحد النهاردة. وفي نفس الوقت ده بنسمع صوت هتاف مرعب جدا خارج الكنيسة، بيكون كل مغامرين البلد مجتمعين وفاكرين الكنيسة حبست لوسيل، وده لأنه عشان بيساعدهم. حتى برود وبقية الفريق هم كمان بيبقوا مستنيينه بره، وبعدها بيطمنوا عليه وبيقولوا خلاص وجودنا هنا ما بقاش ليه أي لازمة، وبعد كده بيمشوا من المكان. بس بنلاقي لوسيل بيفكر برود بالوعد اللي ما بينهم، وبعد كده بينزلوا ساحة التدريب، بس المرة دي لوسيل بيكون قوي جدا وبيبدأوا القتال وبيفضلوا يضربوا في بعض، ولكن برود في النهاية بيقضي عليه تماما وبيخليه بالمنظر اللي قدامك ده. وبيجي الليل وبنشوف اجتماع مع رئيسة الكنيسة، ولكنه بيطلب منها طلب غريب جدا، وبيقول إن هو عايز يقول لها على سر خطير وغير مسموح لأي حد يسمعه. وهنا لوسيل بيعرفهم كل حاجة، وإن في مجموعة من سكان الكنيسة كانوا السبب في كل اللي حصل، وإنهم لازم يعملوا قوانين تمنع إن ده يتكرر من تاني. وبعد كده رئيسة الكنيسة بتعمل احتفال كبير علشانه، وبتعرفهم إنه تم ترقيته وإنه ممنوع ياخد أوامر غير منها، وأي حد هيكسر كلمته هيتعرض لعقاب شديد. وفي الوقت ده لوسيل بدأ يتكلم مع الناس وبيقول لهم مهما كان جنسك أو حتى وظيفتك، فأنت في الأول وفي الآخر ليك كامل حقوقك في إنك تعيش بأمان، وإن الجشع والطمع اللي بدأ ينتشر ما بينهم هو اللي عمل كده. وبيعرفهم إن الكنيسة هتحدد ثمن العلاج بنفسها، ده غير إن أي حد فقير هيتعالج مجانا، وإن خلاص ما عادش فيه طمع من تاني، وأي حد هيخالف الكلام ده هقف قصاده بنفسي، وحتى لو مات المرة دي كمان فكده هيبقى بقى عارف هو مات ليه بالظبط. وهنا بتنتهي حكاية البطل لوسيل. فلو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعنا نستمر،
وفي النهاية ما تنساش صلي على النبي. أشوفكم في حكاية جديدة، والسلام.